شاء الله النهاردة نختم لقاءات المراجعة بتاعتنا ونحاول ناخد فيها إن شاء الله سيكشن الانترنال كنترول وسيكشن الاف. طيب، بسم الله. بص يا شباب، سيكشن الانترنال كنترول وسيكشن الاف، السكاشن دي سكاشن نظرية مفيش فيها أي مسائل، مفيش فيها أرقام، مفيش فيها عمل. السيكشن النظري إحنا بنتعامل معاه إزاي؟ السكشن النظري احنا بنتعامل معاه معاملة روايات الجيب. فاكرين انت الروايات الصغيرة بتاعت نبيل فاروق، القصص البوليسية ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ فاعتبر السكشنين دول ده روايات جيب صغيرة حضرتك بتيجي تقراها قبل ما تنام لغاية ما تسقط وتروح فيلم. روايات الجيب دي احنا ما بنحفظهاش، احنا بنحاول نفهم تسلسل الأحداث والفكرة العامة بتاعت كل فصل، والفصل ختم بإيه عشان الفصل اللي بعده هيبدأ باللي الفصل اللي قبله ختم بإيه. فحاول تاخد السكشنين دول من باب إنه قصة، حكاية، رواية، حدوتة. تمام. بس أنت بتحاول تربط أحداث الحدوتة دي ببعضها وتفهم الليلة بتاعتها كانت ماشية إزاي. بلاش تدخل في السكاشن دي دخلة سد أو دخلة زي ما بنقول كده دخلة غشيم، اللي تدخل في السكشن ده فاتح صدرك تحفظ فيه تاخد السكشن كله من أول مرة. بلاش، لأن ساعتها هيبقى الوضع بالنسبة لك مش ألطف حاجة. السكاشن دي حاول إن أنت هي خناقة. ما هو بص، خناقة، أنا عارف إنها خناقة على أستاذ مروان، بس الفكرة كلها فين؟ حاول تقلب الخناقة دي لصفك. تمام. لما تلاقي واحد جاي يتخانق معاك ويعني اعتبر إن السكشنين دول واحد جاي متعصب ومتضايق، أنت كمان لو قابلته بعصبية وصوت عالي هتتقصوا بعض ومش هنحل حاجة. دايما يقول لك ايه، لما تلاقي الموجة عالية حاول انت تهدي عشان الموجة تعدي وتعدي الموقف. نفس اللقطة كده، حاول انت تهدي الدنيا. ادخل له كده في وقت رايق، السكشن ده قسمه على 3 4 مرات، خدها كفكرة عامة. أنا دايما بربط السكشنين دول بفيلم انسبشن بتاع ليوناردو دي كابريو، لو حد من حضراتكم شافه. الفيلم ده يا شباب كان قصته، هو فيلم خيالي شوية، بس هو لقطة إيه، هو حلم، الحلم ده بيدخلك لحلم تاني، والحلم التاني بيدخلك في حلم تالت، والحلم التالت بيدخلك في حلم رابع. فكرة في الفيلم ده أنت لازم تكون مركز معاه عشان لو سقطت منه في النص أنت مش هتبقى قادر تربط اللي حصل فوق باللي حصل بعد كده. هي نفس اللقطة كده، فعشان ما تلاقيش نفسك سقطت حاول دايما، يعني هي كل واحد فيهم 2 يونت، ما تاخدش اليونت كلها مرة واحدة، جزء اليونت على مرتين. خد لقطة وريح كده. دايما خد اليونت كده ايه وانت معاك كوباية شاي لذيذة، حاول دايما تكون دماغك رايقة شوية. خده كده انت بتفهم، انت ما بتحفظ، انت بتفهم بس. القانون ده فكرته العامة عاملة ازاي، اللقطة دي ايه اللي هو عايز يوصلها لنا، طب اللقطة دي اصلا ايه الهدف منها، طب انا بعد كده هستفاد منها ايه. لما تاخدها من الباب ده هتلاقي نفسك خلاص انت بدأت تشرح لنفسك السكشن، مش محتاج حد فيه. السكاشن النظري انت حتى لو نسيت المصطلحات بتاعتها بس انت فاهم الفكرة، هتبدأ تعبر عنها بأسلوب. ما لو انت حفظته، بالذات في بعض الشباب بتحفظ السؤال، لو انت حفظت السؤال بتيجي في النص بتاعته، لو كلمة سقطت منك في السؤال بتاعته خلاص. بس انت لو فاهم الفكرة العامة حتى لو نسيت السؤال انت فاهم الفكرة. حتى لو جاب لك السؤال بأسلوب مختلف وطريقة مختلفة وسيناريو مختلفة انت فاهم الفكرة وفاهم الكونسبت الأساسي اللي على أساسه هتبدأ تطبق الفكرة دي. فهتلاقي الدنيا معاك إن شاء الله ألطف بكتير. هنحاول إن شاء الله كده أديكم الفكرة العامة بتاعت الاتنين سيكشن دول النهاردة، بحيث إن إحنا برضو يعني نعتبر كده إن إحنا النهاردة بنلخص القصة والرواية قبل النوم دي عاملة إزاي. تمام يا شباب؟ بسم الله. نبدأ كده إن شاء الله بسيكشن الانترنال كنترول. نبدأ بيونت 17، يبدأ يكلمنا على الكوربريت جوفرنانس، الحوكمة المؤسسية. لما اجي اكلمك على الكوربريت جوفرنانس، الحكام المؤسسيه دي ببساطه كده يا شباب، المعنى البلدي كده هي عباره عن الطريقه اللي الشركه بتدير فيها القرارات الكبيره والعمليات في الشركه عامله ازاي. بس احنا في الكوربريت هنا احنا بنتكلم على مستوى الشركه ككل، من فوق من رأس الهرم لقاعده الهرم.
وهنا احنا بنعملها عشان نضمن او ان الإدارة تضمن ان كل حاجة ماشية صح، الناس مش شغالة بمزاجها. ازاي نحافظ على فلوس المساهمين والمستثمرين، ازاي نضمن ان الشركة شغالة بشفافية وأمانة ووضوح. تمام. وعشان كده دايما يقول لك ايه الجفرنس في الشركات، الحكام الشركات دي عاملة، يعني الشركة بنشبهها عاملة زي المركب أو السفينة. الجفرنس الحوكمة اللي فيها دي عاملة زي قبطان أو قائد السفينة. القبطان اللي في السفينة ده اللي بيحط الخريطة اللي هنحدد على أساسها مسار السفينة عامل إزاي، وفي نفس الوقت كل واحد في طاقم السفينة هيكون عامل إزاي. فساعتها بنضمن إن كل واحد في طاقم السفينة هيمشي حسب الخطة، محدش هيخرب حاجة، وكل واحد هيبقى عارف إحنا شغالين عشان نتحرك من النقطة دي نروح النقطة التانية. تمام. وعشان نضمن ان احنا الناس تلتزم الكوربريت، الناس ما بالجفرنس، الناس مش بتلتزم الا لما تلاقي ان في عصاية فوق دماغها بتجبرها انها تشتغل. وعشان كده بدأ يحطوا بعض القوانين اللي تضمن التزام الناس بحوار الحوكمة. هناخد القوانين دي قدام. بس خلي بالك من اللقطة هنا، ان احنا لما نيجي نتكلم على الحوكمة احنا في عندنا نوعين من الحوكمة. في عندنا internal governance، حوكمة داخلية، ودي اللي بتبقى اللي بتحكم أو بتدير الأنشطة والعمليات اللي جوه الشركة. يعني القوانين واللوائح الداخلية تحكم قرارات مجلس الإدارة اللي بياخد القرارات الرئيسية الداخلية. الوظائف الداخلية زي التدقيق الداخلي، إن يكون في فريق متخصص يتأكد إن الشركة ماشية وفق السياسات واللوائح الداخلية المحطوطة. في عندنا كمان الاوتسايد جوفرنانس، الحوكمة الخارجية، ودي بتبقى عبارة عن القوانين واللوائح اللي من خارج الشركة، ودي اللي بتشرف عليها الحكومة والمراقبين الخارجيين أو الجهات الحكومية المختصة من خلال الحكومة. ودي الحكومة أو الجهات المختصة بتحطها عشان نضمن إن الشركة شغالة زي ما فعلا هي بتقول، ميبقاش مجرد كلام على الورق وخلاص. طب عشان نعمل الحوكمة ده احنا في عندنا حاجة اسمها الكوربريت براكسس، ممارسات الحوكمة. ما انت عشان تطبق الحوكمة ده لازم يكون عندك فكر عام او ثقافة عامة في الشركة يعني ايه حوكمة. وهي دي الكوربريت او الجفرنس براكسس، ممارسات الحوكمة. دي بتعكس الثقافة العامة داخل الشركة عن مفهوم الحوكمة. الناس أصلا مدركة يعني إيه حوكمة ولا لأ؟ طب الناس مدركة أهميتها وفائدتها، تأثيرها. إحنا أصلا علينا بيه إن إحنا أصلا نعمل حوار الحوكمة ده. تمام. حوار الثقافة التنظيمية اللي إحنا بنتكلم فيها دي بتحدد لي كام حاجة رئيسية في الشركة. تحدد لي القيم والأهداف والاستراتيجيات، بتحدد لي الأدوار والسلوكيات لكل واحد في الشركة عامل إزاي، بتقيس لي الأداء بتاع الأفراد والأقسام والإدارات في الشركة، بتحدد مدى مسؤولية كل واحد تجاه الدور والقرارات اللي هو بياخدها، بتحدد لي مدى الالتزام بالقوانين واللوائح، بتنبهني كمان بتعزز كمان تلبية المعايير الأخلاقية والمجتمعية وتعزيز المصلحة العامة. زي ما الشركة عايزة تكسب وتربح وإنها شركة هادفة للربح، نفس اللقطة أنا لازم أحافظ على قيم المجتمع. يعني مثلا يعني تعالى بص إيه، الجماعة بتوع تجار المخدرات أو الجداول الممنوعة والحاجات دي، هو بيكسب، بس هنا ما عندوش لقطة تعزيز المصلحة العامة أو المعايير الأخلاقية والمجتمعية. فكرة هنا إن أنت زي ما كمان بتكسب وتربح من المجتمع، لازم كمان تقدم فايدة ومكسب ومنفعة للمجتمع، سواء كانت منفعة مادية أو منفعة معنوية مش هتفرق معانا، بس أهم حاجة تبقى فيه منفعة متبادلة ما بين الاتنين. هيبدأ يكلمني شوية أكتر عن الحوكمة، فهيبدأ يكلمني على الجفرنس في الكوربوريشنز، الحوكمة في الشركات أو المؤسسات. فأنا يقصد بقى يا شباب المؤسسات العامة أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المدرجة في البورصة، التلاتة واحد.
وهنا هيركز لك على الجفرنس في الشركات الكبيرة دي، لأن شركات الأفراد والشركات الصغيرة دي بيبقى تأثيرها على الاقتصاد القومي للمكان أو الدولة أو الولاية مش الكبير قوي أو مش الملحوظ. يعني في شركات كتير أفراد بتبدأ وتخلص وتروح وتيجي وتكمل وتطلع من السوق، ما بتفرقش. بس الشركات المدرجة في البورصة دي اللي لو شركة منهم انهارت ممكن اقتصاديات وبورصات كاملة تنهار بسبب اللقطة دي. وعشان كده هيبدأ يكلمك على ال- الحوكمة في المؤسسات اللي هي المؤسسات العامة المدرجة في البورصة. لما جه يكلمك على المؤسسة قال لك خلي بالك من كام لقطة. أول حاجة إن إحنا بنتعامل مع الشركة إنها كيان قانوني منفصل، الشركة حاجة أصحاب حاجة تانية. إدارة الشركة يعني الشركة بيبقى فيه جماعة مساهمين ومستثمرين دول معاهم فلوس بس ملهمش في حوار التجارة والمعاملات والمبادئات واللي دي كلها، فبيعينوا إدارة أو مجلس إدارة هو اللي يتولى اللقطة دي. فنبدأ بقى هنا نقول لك خلاص احنا نفصل الجماعة دول لوحدهم والجماعة دول لوحدهم، ونبدأ بقى نشوف البرفورمانس أداء الجماعة بتاع مجلس الإدارة اللي عندهم مسؤولية ائتمانية تجاه المساهمين والمستثمرين هيشتغلوا في الفلوس دي ازاي. عندنا كمان مستندات التأسيس Articles of Incorporation، دي الأوراق الرسمية اللي بتحدد الهيكل والكيان القانوني المنفصل للشركة. وأوراق التأسيس دي بتحدد لي اسم الشركة، عدد الأسهم المصرح بيها للشركة وعدد الأسهم المصدرة، عنوان المكتب الرئيسي، مين الوكيل أو النائب بتاع الشركة لو الشركة دي فاتحة فرع في مكان تاني، مين الجماعة المؤسسين والأشخاص الرئيسيين في الشركة. طب لما نيجي نتكلم على الحوكمة في الشركات، أنا في عندي حاجة اسمها عملية الحوكمة في الشركات. يعني ايه عملية الحوكمة في الشركات؟ Corporate Governance Process، عملية الحوكمة في الشركات. عملية الحوكمة في الشركات دي عبارة عن لقطتين، اللي هي لقطة احنا اصلا بنعمل الحوكمة ليه وهنستفيد بيها إيه؟ يعني انا ما انا كفايه عليا اهم الانتاج والمخازن والمبيعات والمشتريات والتكلفه والليله دي كلها. انا عليا بيه ان انا اعمل الكوربريت جوفرنس حوكمه الشركات. قال لك عشان احنا في عندنا لقطتين. اللقطه الاولى استراتيجيك دايركشن، التوجيه الاستراتيجي. اللقطه الثانيه الاوفر سايت، الرقابه. توجيه الاستراتيجي بتاع الحوكمة إن يقول لك الحوكمة دي عاملة زي البوصلة، ودي اللي بتحدد اللي الاتجاه اللي الشركة هتمشي فيه وإزاي الشركة هتاخد قرارات بشكل عام. فهنا التوجيه الاستراتيجي ده بيحدد نموذج العمل اللي الشركة هتعتمد وتشتغل عليه، هيحدد الأهداف العامة اللي الشركة متارجتاها ومحتاجة إنها توصل لها، هتحدد الطريقة اللي الشركة مع عشان أوصل للأهداف العامة دي أنا في ريسك مخاطر ومشاكل هتقابلني، فتحدد لي كمان الطريقة اللي الشركة هتبدأ تتعامل بيها مع المخاطر دي بحيث إنها تقلل من التأثير السلبي بتاعها لغاية ما توصل للتارجت اللي هي محددها. اللقطة التانية اللي هي الأوفر سايت، الرقابة. اللقطة في الرقابة هنا يا شباب ده الجزء اللي شغالين عليه الجماعة بتوع الانترنال اوديت، التدقيق أو المراجعة الداخلية. وده اللي بيبقى بنطبق فيه أنشطة إدارة المخاطر والرقابة فيه. فيبدأ يكلمك في لقطة الرقابة هنا عن المخاطر. طيب تصنيفها، تقييمها، المخاطر دي جاية لك من أنهي نشاط أنت بتعمله. طيب المخاطر دي مرتبطة بأقسام معينة ولا في مخاطر مشتركة ما بين أكتر من قسم وإدارة عندي. طب إيه الخطة المثالية إن إحنا نبدأ نتعامل بيها مع المخاطر دي بحيث إن إحنا نحاول نقلل التأثير السلبي بتاعها على قد ما نقدر. من ضمن كمان الحوكمة أو عملية الحوكمة الجفرنس بروسيس، إنه هيبدأ يكلمني على المسؤوليات الرئيسية للناس اللي موجودين عندي في الإدارة.
زي ما قلنا كده يا شباب، احنا عندنا الحوكمة دي بتربط لي الشركة كلها من رأس الهرم لقاعدة الهرم، وكل واحد اسمه مكتوب جنب اسم الشركة. الحوكمة طيلة طيلة، من أول آه، حارس الأمن اللي واقف على البوابة، الأوفيس بوي، بغض لغاية الأونر أو البورد أوف دايركتور أو الناس دي كلها، كل الناس دي داخلين معايا في اللقطة بتاعت الحوكمة. طبعا مع اختلاف الدور الوظيفي أو مدى علاقته بالحوكمة هتبقى عاملة إزاي، بس الفكرة العامة إن كلهم داخلين معايا في اللقطة. فيقول لك مثلا إيه، أنا عندي مجلس الإدارة. مجلس الإدارة ده بيبقى عنده حاجة اسمها فيتشري ديوتي، واجب ائتماني. يعني هو مؤتمن. أنا دلوقتي لما المساهمين والمستثمرين أو الملاك لما عينوا مجلس الإدارة، عينوه عشان ياخد قرارات لصالح الشركة ويحافظ على المصلحة العامة للشركة. من مسؤوليته كمان إن يعرف مين أصحاب المصلحة اللي هو هيبدأ يتعامل على المنفعة بتاعتهم، اللي احنا سميناهم الستيك هولدر. انا وسعت الدايره، بدل لما قبل كده كنت بتعامل على الشير هولدر، دلوقتي بقيت اتعامل كمان على الستيك هولدر. هنا ببدا اشوف المصلحه العامه للملاك، للموظفين، للعملاء، للموردين، للبنوك، للبيئة والمجتمع اللي أنا فيها، للجهات الحكومية، ضرائب وتأمينات، لمكاتب المراجعة والمحاسبة والتحليل المالي. لازم أراعي دول كلهم معايا في اللقطة. في عندي حاجة كمان زي المانجمنت، ده الناس اللي بتدير الشغل اليومي بتاعي هيبقى عامل ازاي. ودول المديرين التنفيذيين اللي البورد اوف دايركتور بيعينهم. فدول بيبقوا مسؤولين عن تنفيذ القرارات والأنشطة اللي مجلس الإدارة بيحددها. فدول بقى الأوفيسرز، دول اللي بيحددوا المخاطر، بيحددوا مدى أو تقييم المخاطر والتأثير السلبي بتاعها عامل إزاي. بيحددوا إذا كانت الأنشطة اللي عندنا فعلا شغالة صح ولا إحنا محتاجين نعملها، محتاجين إيه أنشطة الرقابة اللي إحنا محتاجين نتعامل عليها. بيضمنوا صحة المعلومات والبيانات اللي بتطلع عندي في التقارير المالية. طب أنا عشان أضمن إن الناس دي أو المانجمنت دول شغالين صح، يبقى في عندي حاجة، أو بالذات في تعاملهم مع المخاطر، يبقى في عندي حاجة اسمها الريسك كوميتي، اللجنة الخاصة بالمخاطر. ودي لجنة كل دورها في الحياة هي متخصصة في تحديد المخاطر الرئيسية، وإزاي إنها تربط المخاطر اللي بتواجه الشركة مع العمليات أو التشغيل اليومي في الشركة، وإزاي نبدأ نعمل إدارة للمخاطر دي. دايما يا شباب لما بتلاقي عندك ريسك لازم تلاقي معاها ريسك مانجمنت. مش اللقطة ان انت تقول لي ان انا في عندي المخاطر الفلانية بس، كمان لازم تقول لي الريسك ده احنا هنعمل معاه ايه. زي اللقطة كده، انت ما ينفعش تدخل لمديرك وتقول له احنا عندنا مشكلة في التكليف وتسكت. ما تحاولش تدخل على مديرك بمشكلة بعبء، فبلاش انت كمان تبقى عبء عليه على العبء بتاع الشغل. دايما ادخل عليه يقول له احنا عندنا مشكلة وحلها كذا، او انا بقترح ممكن نحلها بواحد اتنين تلاتة. نفس اللقطة كده زي الريسك كوميتي، اللجنة بتاعت المخاطر دي، زي ما بتحدد المخاطر كمان بتقول لي احنا ازاي هنعمل ريسك مانجمنت، إدارة للمخاطر دي، هنواجهها ازاي وهنبدأ نتعامل معاها ازاي. واضحة يا شباب؟ شباب، شباب، واضح؟ تمام. هيكلمني عن في الفقرة دي عن الانترنال كنترول، وهيديني فكرة عامة عنها عاملة ازاي. زي ما قلنا كده يا شباب، الانترنال كنترول ده النظام الشركة بتنشئه عشان تقدر انها تدير وتتحكم في المخاطر او العمليات اللي الشركة شغالة عليها، والمخاطر اللي بتواجهها المرتبطة بالعمليات دي.
وده اساسي، الانترنال كنترول ده اساسي عشان اقلل من المخاطر واضمن ان العمل ماشي بشكل كويس زي ما احنا مخططين. وعشان اضمن ان انا في عندي انترنال كنترول متطبق صح، في عندنا نظام الكوزو. نظام الكوزو ده يا شباب ده الفريم وورك او اللي هو الاطار العام لنظام الرقابة الداخلي. ايه ده اطار عام كده انا بعمله، بحاول اخلي انشطة الشركة كلها تتم من خلال الاطار ده، بحيث ان احنا نضمن ان كل حاجة اندر كنترول تحت السيطرة. والكوزو ده يا شباب ده يعتبر يعني اضعف الايمان، اللي هو انت لو ما عندكش الكوزو يبقى انت ما عندكش نظام رقابة داخلي. من ضمن الحاجات اللي بنعالجها او المشاكل اللي بيركز عليها بالذات في حوار المخاطر، اللقطة بتاعت الفريود الاحتيال. وده يعتبر من ابرز المخاطر اللي تقريبا في كل الشركات والمؤسسات بتقابله. ودايما بنفرق ما بين الاحتيال والأخطاء العادية. في لقطة إن هو بيبقى مقصود، وارد إن أي حد فينا يغلط، أسجل القيد غلط، أرمي على عميل غلط أو مورد غلط. أنا المفروض الفاتورة ب20,000، سهوا كده أسجلها ب2000، أو هي ب2000 أنا أسجل صفر زيادة فأسجلها ب20، ده وارد. بس أنا هنا أنا ما عنديش نية تعمد الخطأ إن أنا أعمله. اما الاحتيال الفرود او المانيبيوليشن التلاعب، ده بيبقى فيه الانتنت، القصد، انا ببقى قاصد ان انا اعمل ده وعارف ان هو هيعمل ايه، بس انا هنا بكون بخدم المصلحة البيرسون انترست، المصلحة الشخصية بتاعتي على المصلحة العامة بتاعت الشركة. طيب عشان يضمن ان الناس فعلا ملتزمة بحوار الحوكمة والليلة دي كلها، زي ما قلت لحضراتكم في الأول، الناس ما بتشتغلش أو بالمعنى البلدي كده ما بتحترمش نفسها في الشغل إلا لما يعرف إن في حاجة حد هيديله فوق دماغه، إن في حد واقف عليه. ومفيش حاجة بتحرك الناس غير الكرباج. فقال لك الكرباج اللي هنا إن الدولة تبدأ تعمل لهم قوانين وتشريعات تجبر الناس، يبقى عارف ان حوار الحوكمة او الانترنال كنترول ده مش من باب الاوبشن او مش من باب الرفاهية، اللي هو انت تعمله تعمله، ما تعملوش ما تعملوش. فبدأ يعمل لي أول حاجة عندي اللي هو قانون مكافحة ممارسات الفساد في الخارج، اللي هو Foreign Corrupt Practices Act. وده اللي بيبدأ يمنع الشركات الأمريكية اللي بتتعامل مع شركات أو هيئات ومؤسسات في دولة تانية غير أمريكا، يبدأ يمنع عليها ممارسات الفساد في الخارج أو الرشاوي أو المدفوعات الفاسدة. لما جه يعرف المدفوعات الفاسدة الممنوعة على الشركات الأمريكية، قال لك دي الفلوس اللي بتندفع من تحت الترابيزة لحد مسؤول في الدولة التانية، بس الشرط إنه يكون صاحب قرار في المكان اللي هو فيه. يعني أنت مثلا في دولة معينة واخد حق احتكار لبير بترول في دولة معينة، تمام، خلاص عقد الاحتكار ده هيخلص السنة دي. ولما يخلص ده معناه ان في شركات تانية هتبدأ تقدم طلبها ان هي تاخد هي حق الحفر في المكان ده. فانت تدفع رشوة لوزير مسؤول حد في الدولة التانية، بس يكون صاحب قرار، تقول له بقول لك ايه، ما تحاول تمشي لي الليلة، مديني كمان سنتين، او اعمل ظاهريا كده ان عقد الاحتكار بتاعي انتهى وخلص، وان في ناس داخله بس في الاخر رسيها عليا، زي اللي بيحصل في المزادات والمناقصات والكلام ده كله. هي دي اللي سماها المدفوعات الفاسده، اللي القانون ده حرمه إن على الشركات الامريكيه او من ينوب عنها. يعني انا ممكن اكون شريك امريكي بس فاتح شركه مثلا فرع ليا في الشرق الاوسط مثلا، ففي نايب عني عن الشركة دي هو اللي بيقوم بممارسات الشركة في الشرق الأوسط. فالقانون ده بيقول لك لا، مش معنى يعني الكلام ده ينطبق عليك كشركة رئيسية وينطبق كمان على من ينوب بالعمل عندك. طيب لو فرضنا إن في حد خالف القانون ده، بدأ القانون ده عشان تجبر الناس بدأ يعمل فيه عقوبات، بس قال لك العقوبات هنا على الأفراد وعلى الشركات.
يعني لو انا كناس انا موظف في الشركه، انا رحت عامل حركه كده من تحت لتحت من غير ما الاداره تعرف، يعني انا شغلت دماغي وانا اللي جودت ورحت انا اللي مخلص الموضوع ده، ساعتها القانون ده بيفرض عليا غرامه ممكن توصل ل100,000 دولار، او حبس لمده 5 سنين او الاتنين. يعني المحكمه ممكن تحكم عليا بغرامه 100,000، أو الحبس ال5 سنين، أو تدين الاتنين، الغرامة والحبس. طب لو الشركة بقى هي اللي عاملة المخالفة، الغرامة اللي على الشركة ممكن توصل ل2 مليون دولار غرامة، على حسب ما الحكومة تقدر قيمة الغرامة. فأنت معاك من 0 لغاية 2 مليون دولار. بس خلي بالك من اللقطة هنا، إن القانون قال لك إيه؟ لو فرضنا إن أنس موظف في الشركة وهو اللي عمل الحاجة دي دون علم الإدارة أو الشركة، والمحكمة حكمت عليه بغرامة 100,000، ما ينفعش الشركة تقول له إحنا هندفع لك 100,000 الغرامة وبعد كده أنت تدفعها لنا. المحكمة هنا تقول لك إيه؟ لا، حتى القانون قال لك نصر كده: لا يسمح للشركات بدفع الغرامات عن موظفيها بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني اللي عامل الحاجة يشيل شيلته. أنس اللي عمل اللقطة دي فتح صدره وعمل اللقطة دي، يبيع بقى هدومه، يبيع بيته، يبيع عيل من عياله، هو يتصرف. الشركة، ولأن القانون قال لك لو الشركة دفعت له حتى لو بشكل غير مباشر، ساعتها القانون بيعتبر إن الشركة كانت شريك معاه في المخالفة دي، وساعتها هي كمان بتروح واخدة معاه. ده القانون الأول، اللي هو قانون مكافحة الفساد، أو مكافحة ممارسات الفساد في الخارج. القانون التاني برضو اللي عملوه عشان يعززوا لقطة الحوكمة، قانون ساربرنس أوكتلي لسنة 2002. القانون بتاع ممارسات الفساد في الخارج ده لما اتعمل كان قانون كامل جدا، كان كويس جدا وحل حاجات كتير جدا، بس كان فيه مشكلة أو ثغرة، إن القانون ده كان إجمالي شوية ما فيهوش التفصيل اللازم. فكان في بعض الثغرات كده عاملة زي ثغرات القانون كده اللي المحامين بيستخدموه. وعشان كده لما عملوها لقوا انه برضو في لسه حاجات فضايح مالية كبيرة كانت طالت الشركات الأمريكية، زي فضيحة انرون يا شباب، اللي خلت المكاتب المراجعة بدل لما كانوا البيك 10، في مكاتب مراجعة قفلت وبقت البيك 4. وفضيحة انرون دي يا شباب طالت الحكومة الرئيسية، حتى طالت الرئيس الأمريكي نفسه وقتها. فالقانون ده جه بقى رد على سلسلة فضايح مالية حصلت في الشركات الأمريكية الكبيرة، وطالت مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية، فقال لك لا، احنا بقى نبدأ نعمل قانون. القانون ده، أو لما حصل الحاجات دي، ده أثرت على لقطة الثقة في نزاهة التقارير والأرقام المالية. فكانت الفكرة من القانون ده إن احنا، وكان خطوة إن احنا إزاي نحسن الرقابة الداخلية والإبلاغ المالي في الشركات العامة أو الشركات المساهمة، بحيث إن القانون ده بدأ يقدم للشركات بعض المتطلبات والحاجات المطلوبة من الشركات، عشان نضمن لما تطلع لي تقرير أبقى ضامن إن كلامك ده صح، ما لاقيش بعد كده بكرة إن الشركة قفلت وانهارت. بس القانون ده قال لك بقى إيه؟ احنا مش هنعمل القانون ده مدرج على بعضه في فقرة واحدة، احنا هناخد القانون ده ونبدأ نقسمه فقرات، بحيث ان احنا نقلل من الثغرات اللي ممكن اي حد يبدأ يدخل فيها. فبدأ يكلمني في فقرة منفصلة مثلا عن الممارسات الممنوعة على على مكاتب المحاسبة، أو الخدمات اللي احنا بنسميها الخدمات الغير تدقيقية المحظورة. بدأ يكلمني في فقرة تانية عن التقارير اللي لازم المدقق الداخلي أو الخارجي يقدمها للجنة التدقيق. بدأ يكلمني كمان في فقرة تانية عن مسؤولية الشركات. بدأ يكلمني بالتفصيل عن تقرير الرقابة الداخلية. بدأ يكلمني عن الجماعة المدققين الماليين نفسهم اللي موجودين في لجنة التدقيق، والمسؤولية بتاعتهم والليلة بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي.
فالقانون ده خد كل واحدة من دي، بدأ عملها فقرة أو فصل منفصل في القانون، وبدأ يكلمك فيه بالتفصيل وشرح الممل، بحيث إن محدش يبقى ليه عذر أو حاجة بقى يقول لك أنا ما كنتش عارف، أنا ما كنتش بقول لك لا. أنا ما اديتلكش فقرة مقفولة على بعضها، أنا فصلت لك. لو جبنا عيل في كي جي 1 هيفهم إيه اللي كان مكتوب في القانون. تمام يا شباب؟ شباب، هيبدأ يكلمني دلوقتي عن الأوديت أبروش، اللي هي طرق وأساليب التدقيق. احنا عندنا في أسلوبين في التدقيق: أسلوب إجراء ده البوتوم أب أبروش، وفي التوب داون أبروش. البوتوم أب أبروش ده بيعتمد على الإجراءات الجوهرية، يعني ده بيعتمد على الكم. أنا محتاج أراجع أكبر عدد ممكن من العمليات الحسابية أو المعاملات المالية. عندي 100 عميل، يا ريت أراجع ال 100 عميل كلهم. عندي 1000 صنف في المخزن، يا ريت أراجع على 1000 صنف. فهنا أنا بركز على مراجعة على الكميات. محتاج إن أنا أراجع على أكبر عدد ممكن من الحسابات والمعاملات اللي عندي. الطريقة التانية اللي هو التوب داون ابروش، ده اسلوب المراجعة القائم على المخاطر. يقول لك لا، هات لي شجرة الحسابات اللي عندك. تمام. قول لي ايه الحسابات اللي عندك اللي درجة الريسك بتاعتها عالية. يقول لك احنا متفقين ان عندي حاجة زي الكاش ده اصلا الريسك انهيرنت متأصل فيه. حساب بطبيعته هو ريسك ومشاكل دايما. فيقول لك احنا نركز على ده. انت عندك كم عميل في الشركة؟ انا عندي 50 عميل. مين العميل العملاء اللي عندك اللي دايما عندهم مشاكل، عندهم تعثر مالي، تأخير في السداد، في مشاكل في التحصيل معاهم، مردودات ومرتجعات كتير، بيغلبونا، الديون المعدومة بتاعتهم بتزيد والمخصص بتاعهم بيزيد. يقول لك والله من ال50 عميل دول أنا عندي خمسة ستة. فهنا الأسلوب القائم على المخاطر ده يقول لك لا، أنا بدل لما أراجع على 50 عميل، مع ان وانا عندي في خمسه عنهم مشاكل، يعني انا في عندي 45 عميل الدنيا فيهم زي الفل، انا هراجع على ال 45 بس هراجع عليه من باب كده ايه، دب 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 انا خلصتهم. بس اجي على الخمسه اللي عاملين لي مشاكل والريسك بتاعتهم عاليه، دول ابدا اديهم شويه اتنشن شويه. فهنا مش بركز على مجرد ان انا اراجع الحساب، لا، انا براجع الحسابات اللي الريسك بتاعتها عاليه. فابدا اجيب الخمس عملاء اللي عندي مشاكل معاهم، وابدا اديهم لقطه في المراجعه اكبر من الحسابات العملاء التانيين اللي شبه مستقره بالنسبه لي. طيب انا الشركه تتعامل بالاسلوب اللي بيعتمد على الكم او الاسلوب اللي بيعتمد على المخاطر؟ ده على حسب الشركه، وعلى حسب رؤيه واستراتيجيه الشركه، وعلى حسب النشاط بتاعها الدنيا فيه عامله ازاي. هيجي يكلمني بعد كده على الاوديت اوبينيون، انواع اراء التدقيق. وهنا بيكلمني على الاراء اللي المدقق الخارجي بيكتبها في التقرير بتاعه. لما يجي يراجع على الشركه ويقدم التقرير، قال لك الاكسترنال اوديت بيعمل تقرير من ثلاثه من اربعه. التقرير الاول unmodified opinion، راي غير معدل. يعني شركة تقول احنا ماشيين بقال الله وقال الرسول وما يرضي الله، هو يكتب في تقريره فعلا الشركة دي ماسكة حسابات منتظمة، عندها دفاتر وسجلات، عندها الريفرنس الارشيف بتاعها الدنيا زي الفل. وانا فعلا بأمن على الكلام انهم ماشيين بقال الله وقال الرسول وما يرضي الله، وانا مش لاقي حاجة زيادة اضيفها على كلام. اللقطة التانية qualified opinion، رأي مؤهل. يعني وانا براجع على الشركة انا الدنيا حلوة وجميلة وزي الفل، بس خدت بالي من كام لقطة كده، اللقطة دي محتاجة تتحسن. هي مش خطأ جوهري قاتل، بس اجي اقول لك ايه، التقرير بتاعك حلو وزي الفل، بس انت لو عملت الحاجة الفلانية
بدل ما نطلعه من لقطة ان هو جميل وزي الفل، نطلعه ان هو يبقى مستوى احترافي اكمل. هي دي اللقطة. فاقول لهم ايه، والله في الرأي المؤهل انا تقريركم ممتاز، بس احنا خلي بالكم من لقطة واحدة دي ممكن السنة الجاية نتعامل عليها. فالتقرير بتاعكم مؤهل ان هو يكون غير معدل، ان ما اقدرش اتكلم في كلام. في الرأي الثالث اللي هو adverse opinion، الرأي المعاكس، الرأي المخالف. شركة تقول لك احنا ماشيين بقال الله وقال الرسول بما يرضي الله، اقول لهم انتوا ولاد 60 في 70 حرامية اولاد كذا. يا عم والله احنا شغالين زي اقول لهم ده انتوا عندكم تهرب ضريبي، واكلين المخزن ومعالين التكلفة عشان تتهربوا من الضرائب، ضاربين الارقام بتاعتكم، الفواتير والاذونات والصرف الليلة دي كلها ده كله مضروب. شركة تقول لك احنا ماشيين يمين، انت تقول لهم لا انتوا ماشيين شمال. الرأي الرابع اللي عندي اللي هو الديسكليمر اوف اوبينيون، ان انا اعفاء عن الرأي. انا الشركة دي احترت في امرها، السجلات والدفاتر مش كاملة، في حاجات كتير ناقصة، حاجات كتير أنا شاكك فيها. أراجع الحساب ده النهاردة ألاقيه مظبوط، أراجعه بكرة ألاقيه لأ في حاجة غلط. اللي هو كده إيه، أنت مش عارف الشركة دي ماشية يمين ولا ماشية شمال، أنتوا ماشيين صح ولا أنتوا قاعدين تليسوا وخلاص. فاجي في الآخر أروح أروح مدير أقول له بقول لك إيه، والله أنا احترت في الشركة دي، أنا مش عارف هم ماشيين إزاي، اعفيني انا من المهمة دي، وهات حد تاني هو يراجع ممكن هو يطلع بقرار. فهنا بنسميه disclaimer of opinion، اعفاء عن الرأي، ان انا مش قادر اقدم تقرير واضح في الشركة دي. واضح يا شباب؟ شباب واضح؟ شباب. واضح ان شاء الله يا استاذ. طيب، سؤال يا شباب، سؤال كده لو فكرنا فيه كلوجيك عقل ومنطق. احنا المفروض دلوقتي السكشن كله على الانترنال كنترول. حاجة حضرتك خد باله إن هو هنا بيكلمني على الأوديت أوبينيون، أنواع الآراء اللي المدقق الخارجي بيقدمها. هو ليه حاط لي لقطة الإكسترنال أوديتور المدقق الخارجي مع إنه أصلا بيكلمني على انترنال كنترول؟ يعني إيه وجه الشبه أو علاقة الربط ما بين الداخلي والخارجي هنا؟ ممكن علشان احنا بنتكلم اصلا في البداية على شركات مدرجة في البورصة، ولازم يكون فيها مدقق خارجي هو اللي قائم على على اعمال التدقيق. حلو، المدقق الخارجي ده أصلا بيجي بيراجع لي القوائم المالية في الآخر، صح كده؟ ايوه. انا المفروض دلوقتي بكلمك على انترنال اوديت بيشغال على العمليات الداخليه بتاعتي. يعني المدقق الخارجي ملوش دعوه بعلاقه بالانتاج والكلام ده كله، احنا شغالين ازاي، بنقيم المخزون بأنهي طريقه. ايه علاقه تمام. الربط بقى ما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي؟ ما هو المفترض ان المدقق الداخلي هو اللي بيجهز الشغل بتاع المدقق الخارجي، وبيراجعه وبيطبق التعليمات والسياسات اللي هي او المعايير الدولية، والمفترض ان هو بيجي بيراجع على شغله، هل ان هو فعلا مراجع الامور طبقا للمعايير، ولا في قصور او في اراء مختلفة بيقدر ان هو يعدلها معاه. حلو، انت وصلت للفكره. بص يا شباب، احنا المدقق الخارجي احنا متفقين ان هو بيجي بيراجع القوائم الماليه بتاعتي، صح ولا لا؟ ده الطبيعي اللي هو بيعمله، بيجي يراجع القوائم الماليه بتاعتي. بس اسالك سؤال، هو القوائم المالية اللي أنا بقدمها له آخر السنة وآخر الفترة دي هي بتبقى جاية منين؟ الأرقام والمعلومات اللي فيها بتبقى جاية منين؟ مش بتبقى جاية من الأوبريشن، التشغيل بتاعي كان عامل إزاي خلال الفترة، صح ولا لأ؟ ايوه، التشغيل من بدايه الفتره لحد نهايه الفتره. بالظبط. فهو دلوقتي عشان يضمن إن الأرقام اللي محطوطة صح، لازم يضمن إن الأوبريشن شغال صح. فيضمن إزاي إن الأوبريشن شغال صح؟
انه كمان زي ما بيراجع القوائم المالية والارقام اللي فيها، كمان بيبص على شغل الانترنال اوديت، لان ده السورس بتاع المصدر بتاعك اللي انت بتاخد منه. فلو المصدر بتاعك مظبوط يبقى الارقام اللي جاية منه مظبوطة، لو المصدر بتاعك مضروب يبقى الارقام اللي جاية منه مضروبة. فالاكسترنال اوديت يا شباب ما بيجيش يراجع القوائم المالية ويمشي. قبل ما بيراجع القوائم المالية لازم يبص على النظام الانترنال كنترول اللي محطوط. لو الشركة فعلا عندها نظام انترنال كنترول فعال، يبقى ساعتها بيديني ضمان او تأكيد مبدئي ان انا الارقام الموجودة صح. لو الشركة مش عندها نظام انترنال كنترول او عندها نظام شكلي على الورق مش فعال، ساعتها ده بيخلي الفار يلعب في عب، وكل رقم يدهوني في القوائم المالية اللي فوق اقول لكم لا، تعالوا بقى ناخد رقم رقم ونقف على جنب كده وناخد تفصيلة الرقم ده عامل ازاي. وعشان هنا ادرج لي اللقطة بتاعت الاكسترنال اوديت مع الانترنال كنترول، اللي هو في الاخر الاتنين بيكملوا بعض. فكر. اتفضل. المدير الإضافي برضه بيتدخل في يراجع اللوائح والقوانين بتاعت الشركة، المدير الداخلي الخارجي. المدقق الداخلي بيراجع القوائم المالية للشركة. المدقق الخارجي اه. برضه عليه ولا يراجع اللوائح والقوانين للمدقق الداخلي. هو بص، هو مش بيراجع عليها بالتفصيل قوي زي المدقق الداخلي. ايوه. هو بياخد فكرة عامة عارف انت ايه؟ لما تجيب يعني انت مثلا حضرتك جيت بنيت بيت، تمام، لما بتيجي بتبيع البيت ده بتجيب مهندس يقيمه ويقول لك ايه والله إيه، تقول له ايه، يقول لك ايه رأيك في البيت ده عامل ازاي، العمدان السقف الحيطان الأرضية، تمام. نعم. هو هنا بيديك نظرة عامة او تقييم عام عن البيت عامل ازاي، بس هل المهندس ده كان داخل في تفاصيل البيت لما كان جاي يتبنى؟ اقول لك لا، ده كان في مهندس معماري تاني اللي واقف مع المعاول وهو بيبني. نفس اللقطة كده، الاكسترنال اوديت يا شباب ما بيدخلش في تفاصيل الانترنال كنترول اللي في الشركة. هو بيبص من فوق كده، الدنيا حلوة تمام، لا محتاج انزل شوية انزل شوية انزل شوية انزل شوية، لغاية بس ما يتأكد في قرارة نفسه كده، يطمن ان الدنيا الى حد ما تمام ومظبوطة. تمام. تمام. هيبدأ يكلمني في الفقرة التانية على اليونت هنا على الريسك والانترنال كنترول بشيء من التفصيل شوية. فهيبدأ يكلمني على الريسك اسسمنت، تقييم المخاطر اللي عندنا. مبدئيا يا شباب لما نيجي نتكلم على الريسك ده جزء لا يتجزأ من أي نشاط، نشاط تجاري صناعي خدمي، شركة كبيرة شركة صغيرة، شركة لسه بادئة، شركة بقالها 20 50 سنة في السوق، شركة مدرجة غير مدرجة، الريسك موجود. والريسك ده يا شباب ملهوش شكل معين، ممكن يكون ريسك مالي، ريسك تشغيلي، ريسك قانوني، ريسك استراتيجي، أي شكل. بس الفكرة العامة إن هو بيأثر بالسلب على الأهداف العامة بتاعة الشركة، وممكن يمنع أو يأخر تحقيق الشركة للأهداف العامة بتاعتها. فهيبدأ يكلمني على اللقطة بتاعة الريسك اسسمنت، تقييم المخاطر اللي عندي. أو زي ما شاورنا نجيب نتكلم على تقييم مخاطر، لازم ندرج الاتنين مع بعض، ريسك اسسمنت مع ريسك مانجمنت، يعني تقييم وإدارة المخاطر. ما ينفعش تفصل الاتنين، لازم تربط الاتنين ببعض، تقييم وإدارة مخاطر، الاتنين عاملين ازاي. فزي ما كل شركة أو منظمة أو كيان بتواجه مخاطر، ودي العراقيل غير المتوقعة اللي ممكن بتمنع أو تأخر تحقيق الشركة لأهدافها، والمخاطر دي بتيجي من أكتر من شكل، فلازم نعمل المخاطر دي تقييم، بحيث إن أنا أبدأ أقيم إيه الثغرات ونقط الضعف اللي موجودة في نظام الرقابة الداخلي اللي عندي، أو في المنظمة ككل، ومدى تأثير كل واحد عامل إزاي، وتأثيره ده منفصل ولا على أكتر من حاجة، وتأثيره ده على الشورت ران ولا على اللونج ران.
عشان ادخل كمان معاه باللقطة بتاعت الريسك مانجمنت، إدارة المخاطر. ودي يا شباب بتبقى continuous بروسيس، عملية مستمرة. ان انا مع كل تقييم ببدأ اشوف والله احنا لما قيمنا وعملنا واحد اتنين تلاتة الدنيا اتحسنت ولا ساءت اكتر، ولا احنا زي ما احنا عاملين ازاي. وبما ان الريسك ده متجدد وكل يوم في ريسك يروح وفي ريسك تاني يجي معايا، فانا دايما ببقى محتاج اعمل ابديت، تحديث لنظام ادارة المخاطر اللي عندي، بحيث انه يكون ماشي مع اي ريسك جديد ممكن يظهر عندي. بس خلي بالك من لقطة مهمة جدا، ان مهما كان تقييم المخاطر اللي انت شغال عليه او ادارة المخاطر او نظام الانترنال كنترول نفسه اللي انت عامله، عمرك ما هتوصل للابسوليت اشورنس، ضمان 100%، ضمان مطلق. احنا بنحاول نوصل للقطة بتاعت الريزونبل اشورنس، ضمان معقول او ضمان مقبول، نسبة 80 90 95 99%. بس عمرك ما هتوصل للقطة ان انت عندك اشورنس بنسبة 100%، انك تقول ان الريسك 0%، دي عمرك ما هتوصل لها. من ضمن المخاطر كمان او ادارة المخاطر، انت لازم تحدد طبيعة المخاطر اللي عندك. فقال لك ان في عندي حاجة اسمها الانهيرنت ريسك، المخاطر الجوهرية. يعني المشكلة في الحساب نفسه، الايتم او الحساب نفسه هو اللي مشكلة وخطر بالنسبة لي. زي لقطة المخزون، زي لقطة النقدية او الخزينة اللي عندي دي، هي نفسها في حد ذاتها مشكلة. في عندي حاجة تانية اسمها الكنترول ريسك، مخاطر الرقابة. ان نظام الرقابة نفسه اللي عندي هو فيه مشاكل، فيه قصور، فيه ثغرات ونقط ضعف، دي اللي محتاجة تتعدل. في عندي حاجة كمان اسمها ديتكشن ريسك، مخاطر الاكتشاف. ان نظام الرقابة الداخلي اللي عندي في لقطة ان هو مش قادر يكتشف المشكلة قبل حدوثها، او حتى لما تحصل مشكلة هو مش قادر يكتشفها في اسرع وقت ممكن، هو بيغيب شوية على ما يبدأ يدرك ان انا في عندي مشكلة وريسك ويبدأ يتعامل معاها. فانا في عندي ثلاث انواع من الريسك: انهيرنت ريسك، مخاطر جوهرية دي متأصلة في الحساب نفسه. ديتكشن ريسك دي بتبقى مخاطر او كنترول ريسك، مخاطر رقابة، دي بتبقى ريسك في نظام الرقابة نفسه اللي انا عامله. ديتكشن ريسك، مخاطر اكتشاف، في لقطة اكتشاف الريسك نفسه احنا مش قادرين نكتشفه قبل، او حتى ممكن يحصل فاحنا مش قادرين نكتشفه في اسرع وقت ممكن، لا احنا بيغيب فترة لغاية ما نبدأ نكتشفه او نستوعب اصلا ان احنا عندنا الريسك ده. طب اجي اسالك بقى السؤال التقليدي او اللي المفروض نقوله: انا عليا بايه اعمل رقابه داخليه؟ يعني انا عندي هم في الشركه ما يتلم، عندي ادارات واقسام وفروع ومناطق وحسابات دي كلها، وكل واحد منهم عنده مشاكل بتاعه. انا ليه كمان اجيب عندي انترنال كنترول؟ دي اللقطه بتاعت الاوبجكتيف اوف انترنال كنترول، الاهداف العامه لنظام الرقابه الداخلي اللي عندي. عندي ثلاث أهداف نظام الرقابة بيفيدني فيهم: أهداف تشغيلية Operating Objective، أهداف تقريرية Reporting Objective، أهداف توافق امتثال Compliance Objective. الأوبريتنج أوبجيكتيف أو الأوبريشن أوبجيكتيف أهداف العمليات، وده اللي بيبدأ يدخل لي في تفاصيل السايكل عندي عاملة إزاي، كل قسم وكل إدارة والناس اللي معاهم شغالين ازاي. وهنا يا شباب الراجل بتاع الانترنال كنترول بينزل يقف في القسم زيه زي العمال اللي هناك، وبيعيش في القسم فترة كأنه واحد منهم، يبدأ يشوف مداخل ومخارج القسم، الخبايا بتاعته، التكتيكات، التريكات، كل حاجة، يطلع كأنه مدير القسم نفسه. والهدف من الأهداف العمليات ده ان هو يحسن لي الاداء المالي، يزود انتاجيه، يحسن جوده، يعزز ابتكار، يحسن رضا العملاء، يحمي لي كمان الاصول اللي عندي.
ولما بنتكلم على حماية الأصول يا شباب، احنا مش بنقصد بيها مجرد السرقة والضياع وبس، بنقصد بحماية الأصول كمان، بنقصد بها أحميها من السرقة والضياع، وكمان حمايتها من سوء الاستخدام، إنها تتوجه للاستخدام للمصلحة العامة للشركة، مش للمصلحة الفردية بتاعة الشخص اللي شغال في الشركة. التاني هدف اللي عندي الريبورتنج اوبجيكتيف، تقارير او اهداف التقرير. خلي بالك ان التقارير الماليه اللي انت كاتبها دي جايه لك من الاوبريشن اللي تم، فانت عشان تضمن ان التقارير بتاعتك مظبوطه لازم تضمن ان الاوبريشن مظبوط. فيبدا هنا يكلمك عن اوبريتنج اوبجيكتيف، اهداف العمليات اللي بتفيدك في الاوبريت في الريبورتنج اوبجيكتيف، انك تضمن ان التقارير بتاعتك مضمونة او كويسة ومضمونة، وتقدر رياليستيك تعتمد عليها في اتخاذ القرار اللي انت هتاخده. عشان يجي عندي التاني في الكومبيني سبجكت، اهداف التوافق والامتثال، ان انت وانت شغال انت مش شغال بمزاجك او مش شغال على كوكب المريخ، لا، انت في قوانين ولوائح وتشريعات داخليه شركه حطاها حكماك، وكمان في عندك قوانين ولوائح خارجيه الحكومه والجهات المختصه حطاها. فهنا بضمن ان الشغل بتاعك متوافق مع القوانين واللوائح سواء الداخلية او الخارجية، بما يتناسب مع الهيكل العام للشركة عامل ازاي. فهتلاحظ يا شباب ان الثلاث اهداف اللي عندك الثلاثة مسمعين في بعض، سواء اهداف تشغيل او اهداف تشغيل اللي بتسمى معايا في التقرير. والتقرير بتاعي ده المفروض يكون متوافق مع القوانين واللوائح سواء الداخلية او سواء الخارجية. هيدا يكلمني على الفلوت شارتنج، اللي هو الرسم البياني للعمليات. نظام الانترنال كنترول يا شباب ده بيبقى نظام بروسيس يعني بيبقى ليه سهم كده، احنا بنبدأ من هنا وبعد كده نعمل ده وبعد كده نعمل ده وبعد كده نعمل ده، فبتبقى ستيب باي ستيب، وكل واحد دوره محفوظ. فالفلوت شارتنج هنا يقول لك ايه، بدل ما الناس تبقى شغاله كده على الله حكايتها، واللي يشتغل يشتغل، ما يشتغلش ومحدش عارف، يقول لك لا، احنا نيجي هنا في الفلوت شارت نبدأ نحدد بقى كل واحد مكانك فين، انت بورد، انت مانجمنت، انت اوفيسر، انت امبلوي، انت كاستمر، انت مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. نبدأ نرسم الخريطة العامة بتاعت الشركة، ونحدد عليها كل واحد مكانه فين على الخريطة، عشان على حسب مكانك واللي انت فيه والليفل الإداري، المستوى الإداري بتاعك في المكان اللي انت فيه ده، هنبدأ نحدد المسؤوليات اللي عليك، دورك ايه، ايه الواجبات بتاع اللي عليك، ايه حقوقك اللي ليك عندنا، طب احنا مستنيين منك ايه، طبيعة شغلك هتبقى عاملة ازاي. فالفلو تشارتنج هنا يا شباب المقصود بيها ان احنا بنبدا نحدد الهيكل العام بتاعنا، نحدد كل واحد مكانه فين على الخريطه ده. لان يا شباب البورد اكيد وظيفتهم غير المديرين، اكيد وظيفتهم غير الموظفين العاديين، اكيد يعني كل واحد ليه دور. فهنا بنبدا نقول لك انت هنا، فانا طالب منك ده على قد مكانك وعلى قد المستوى بتاعك. حتى الناس في نفس الاداره نفسها، يعني احنا عندنا في الحسابات يبقى في عندك الجونيور اكاونت، الراجل لسه متخرج على الله حكايته، في عندك السينيور اللي بقى له مثلا 3 سنين ولا 4 سنين، في عندك السوبرفايزر بقى له مثلا 5 6 7 سنين، في عندك السكشن هيد، في عندك مدير الحسابات، في عندك المدير المالي، في عندك السي اف او. تمام. كل دول كلهم موجودين في قسم واحد بتاع الحسابات اللي عندك. تمام. بس اجي اسالك سؤال، هل ده زي ده زي ده زي، اقول لك لا، رغم انهم مشتركين في نفس المسمى بتاع القسم او الوظيفي، ان كلهم محاسبين او قسم الحسابات او قسم الماليه، بس ده حاجه وده حاجه. وهي دي النقطه بتاعت الفلوت شارتنج، ان انت مش معنى كلكم انتوا في نفس المكان، بس اقول لك لا، انت كل واحد على حسب الوظيفه بتاعته هنبدا نحدد هو هيبدا يتعامل ازاي. تمام. الرقم ده احنا اتكلمنا عليه في الساربنس اوكسيدي. الكوزو فريم ورك زي ما قلنا يا شباب ده أضعف الإيمان في حوار الانترنال كنترول، أو ده الإطار العام
اللي ما ينفعش تقول ان انت عندك internal كنترول الا لما تكون مطبق فعلا الكوزو فريم ورك اللي عندك. اللقطة الأخيرة اللي في اليونت هنا هيبدأ يكلمني على ال components of internal control. طب دلوقتي أنا فهمت يعني إيه internal control، فهمت يعني إيه الريسك، فهمت يعني إيه أهداف ال internal control. طب أنا دلوقتي لو عايز أعمل internal control، إيه الحاجات اللي أنا لازم أشتغل عليها؟ قال لك الانترنال كنترول ده ليه مكونات خمسة. زي ما حضرتك بتيجي تبني البيت كده، فبتبني الأرضية والقواعد، بعد كده تطلع بالعمدان، وبعد كده تطلع بالسقف، بعد كده تقفل نفس اللقطة كده. فانت زي ما بتأسس للبيت بالأرضية والقواعد والعمدان وسقف الدور الأول أو الدور الأرضي، نفس اللقطة كده عشان تعمل نظام انترنال كنترول. في عندك خمس مكونات بنسميهم العمدان أو العواميد الخمسة. أول اللقطة عندك الكنترول انفايرومنت، دي بيئة الرقابة نفسها، المكان اللي أنت شغال فيه. وعشان تعمل انترنال كنترول صح لازم ما تدخلش بصدرك كده تقول يلا بسم الله وهات يد الورقة والقلم ونرسم، وأقول لك لا. انت تقعد فترة اسبوع، اتنين، تلاتة، 10 ايام، شهر، براحتك. كل اللي بتعمله انك تيجي كل يوم تمسك القلم والاجندة بتاعتك وتبدأ تلف في المصنع او الشركة، تدخل الاقسام، تشوف السايكل عندك ماشية ازاي من اول البوابة وبيلف ازاي لغاية ما يرجع البوابة تاني يخرج كمنتج للعميل بيتباع. فهنا الكنترول انفايرومنت انك تبدأ تدرس البروسيس بتاعت او السايكل عندك في المكان بتاعك شغال ازاي. تاني حاجة الريسك اسسمنت، او قبل الريسك اسسمنت اللي هو الكنترول اكتيفيتي، الانشطة اللي انت شغال فيها. ما هو الشركة بتاعتك دي عبارة عن انشطة وفروع وادارات واقسام. ابدأ ادرس زي ما انت بتاخد فكرة عامة عن الشركة والمكان، نفس اللقطة ادخل بقى عندك في الانشطة اللي الشركة بتعملها، وابدأ افهم كل واحد الميكانيزم بتاعه شغال ازاي وطبيعته شغال ازاي، وازاي شغله ده بيأثر على التكلفة او على الربحية او على السيولة او على الأهداف العامة للشركة. وهل تأثيره ده جوهري ولا نص ونص، ولا تأثيره تقريبا شبه معدم. عشان بعد كده اجي في اللقطة الثالثة ابدأ اشتغل على الريسك اسسمنت، ابدأ اقيم المخاطر، ابدا اشتغل على المخاطر الانترنال والاكسترنال الموجوده. وفي نفس الوقت ما اكتفيش ان انا اشتغل على المخاطر الموجوده الاوت ستاندنج وبس، ابدا افكر مع نفسي كده ايه المخاطر التانية اللي ممكن تحصل. تمام؟ يعني انا لما جيت درست مثلا قسم المخازن لقيت في عندي ريسك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بس انا لازم كمان اكون سابق الريسك دي بخطوه. ده من ضمن الريسك مانجمنت، ان انا ابدا اعمل اتخيل مع اقعد اكلم نفسي كده، انت يا مخزن لما تحددنا الاربعه ريسك اللي عندك دول، ايه الريسك التاني اللي ممكن يطلع من عندك ويأثر على الشركه، بحيث تبدأ تحط للريسك ده سيناريوهات كمان، بحيث انه لو حصل تكون انت جاهز له ومستعد له بالسيناريو اللي هتبدأ تعالجه بيه. طيب درسنا البيئة الرقابة اللي عندنا، شفنا ايه الأقسام والأنشطة اللي عندنا شغالة ازاي، بدأنا نحدد الريسك. لما نيجي ننفذ بقى، نبدأ لازم قبل ما تنفذ لازم يكون عندك لقطة الانفورميشن والكوميونيكيشن، تبقى الناس فاهمة انت شغال على ايه، بتعمل ايه، اللي بتعمله ده فايدته ايه، وواخدنا على فين، وهنوصل بيه في الاخر اللي فين. ولازم الاقسام تبقى بفاهم كل واحد انت طبيعة شغلك ايه، وانت شغلك ده ازاي بيأثر على ده وبيأثر على ده وبيأثر على ده، وفي الاخر بيأثر على الشركة ككيان ككل. لما تعمل ده يبقى باقي لك لقطة المونيتورنج، الرقابة والمتابعة. أي شباب قاعدة عامة، ما دام في عندك امبلمنتيشن تنفيذ لأي حاجة، أي حاجة كائنا من كانت، تمام، لازم الحاجة اللي بتنفذها ده يبقى في عندك لقطة مونيتورنج، متابعة ومراقبة، عشان تبقى شايف والله احنا قبل ما نعمل الانترنال كنترول ده كنا فين، ولما عملناه في السنة الأولى بقينا فين. طب احنا في السنة الأولى طلعنا 5 خطوات، طب في السنة التانية بعد ال5 خطوات دي احنا ثابتين على نفس ال5 خطوات، ولا طلعنا كام خطوة قدام؟ طيب طلعنا 5 ولا طلعنا أقل ولا طلعنا أزيد؟
طب ايه المشاكل الجديده اللي طلعت فمحتاجين ان احنا نعمل ابديت؟ طب وايه النقط الايجابيه اللي بانت معانا فمحتاجين ان احنا نعمل لها امبروفمنت؟ وعشان كده احنا سميناها continuous process، هي عمليه مستمره. فانا عشان اعمل نظام انترنال كنترول انا في عندي 5 عمدان رئيسيين لازم اعمل. مكونات الخمسه: كنترول انفايرومنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتي، انفورميشن وكوميونيكيشن، مونيتورنج. ساعتها اقدر احكم نظام الانترنال كنترول اللي عندي عامل ازاي. بدأ يكلمني على اللقطة الأخيرة اللي هي العلاقة اللي ما بين أهداف نظام الرقابة الداخلي ومكونات نظام الرقابة الداخلي أو الهيكل أو الشكل العام للشركة عامل إزاي. بص شباب، أي شركة بيبقى ليها الاستراكشر، الشكل أو الشكل، الهيكل الإداري والوظيفي بتاعها عامل إزاي. الهيكل الإداري والوظيفي ده اللي بيبدأ يكلمني مثلا على إيه، إحنا بنعمل إيه، أهدافنا إيه، رؤيتنا إيه، إيه الوظائف اللي عندنا، كل إدارة عندنا بتعمل إيه. طب على مستوى الإدارات، على مستوى الأقسام، على مستوى التشغيل نفسه، على مستوى الموظفين نفسهم. الناس دي بتخدم على الأهداف العامة بتاعة الشركة، سواء كانت أهداف تقرير أو أهداف امتثال أو أهداف عمليات. تمام. عشان أضمن، عشان إن الهيكل الشركة ده يضمن إن الناس بتحقق الأهداف العامة بتاعتها، لازم يكون عندي نظام الانترنال كنترول بالمكونات الخمسة بتاعه. فالعلاقة ما بينهم يا شباب هي علاقة إن كل واحد بيسمع في التاني وبيودي للتاني. ان عند الهيكل العام ده، باختلاف بقى على مستوى بقى المديرين، مستوى الادارات، مستوى خطوط الانتاج، مستوى الافراد، على حسب الهدف منه ان احنا نخدم على الاهداف العامة بتاعتنا. ومش هضمن ان الاهداف العامة بتاعتنا فعلا بتتحقق وتتنفذ الا لو يكون عندي نظام انترنال كنترول يضمن ان الانترنال بروسيس بتاعتي شغالة صح. واضحة يا شباب؟ شباب، واضحة يا شباب؟ تمام، ده واضح يا أستاذ. تمام. ده كده كان يونت 17، وده الجزء النظري في السكشن. طب أنا لو عايز دلوقتي أطبق السكشن ده عملي على أرض الواقع، هنا يجي الدور بتاع يونت 18. يونت 18 ده يعتبر التطبيق العملي ليونت 17 على أرض الواقع عامل إزاي. احنا بقى لما نيجي نقول بسم الله يا هادي، تعالى بقى نشتغل ونطبق نظام الرقابة اللي احنا قلناه في يونت 17 يدخل معانا. فهنا يكلمك على الكنترول بريسيود، كلمك على الكنترول بروسيس اللي هي عملية الرقابة. وعشان تعمل عملية الرقابة دي بتبقى يا شباب عبارة عن سلسلة خطوات المديرين بيشتغلوا عليها عشان نضمن إن الدنيا عندنا ماشية صح. ولما يجي يكلمني على الكنترول بروسيس خطوات عملية الرقابة، عندي 5 خطوات لازم آخد بالي منها. الخطوة الأولى لازم أقيس الأداء عندي ماشي إزاي. أنا ببقى في أول الفترة ببقى عامل باجت، الخطة والموازنة بتاعتي. خلال الفترة أنا بشتغل اكتوال، فلازم أعمل قياس بيرفورمانس مانجمنت أقيس الأداء. فأنا أول حاجة بكون محدد المعايير بتاعتي الستاندرد، وده اللي هو البادجت اللي أنا بعملها، عشان لما اشتغل خلال السنة اقيس الاداء البرفورمانس بتاعي، الفرق ما بين اشوف الاكشوال بتاعي كان عامل لي ازاي، عشان ابدا اشوف بعد كده ابدا احلل الانحرافات اللي عندي ما بين الاكشوال اللي تم فعلا وما بين المعايير الستاندر اللي انا كنت عاملها، عشان بعد كده ابدا اشوف والله انا محتاج اعدل في الفوركاست، لا انا في عندي مشكله، في عندي كوركتيف اكشن، لا انا ممكن اعمل امبروفمنت، الدنيا عندي تمام. بس على اساس البارس ببدا اشوف الليله عندي عامله ازاي، يا اما اعمل امبروفمنت يا اما اخد كوركتيف اكشن، اجراءات تصحيحيه اللي عندي.
عشان بعد كده أبدأ أعمل إعادة تقييم تاني لو أنا هعدل في الفوركاست أو الليلة اللي أنا شغال بيها، لو في تغيرات جذرية في السوق ومش متوقع، ومتوقع إنها تكون تغيرات دائمة مش مؤقتة وإنها مش هترجع تاني. فالخطوات الخمسة عشان أعمل كنترول بروسيس: أحدد أنا شغال عليه إيه، الهدف بتاعي اللي أنا عايز أوصل له، أشتغل فعلي فأقيس الأداء بتاعي، أبدأ أقيم الأداء مباشرة ما بين الأكتشوال والستاندرد اللي أنا عامله، أبدأ أشوف إيه الإجراءات التصحيحية اللي أنا هعملها أو الإمبروفمنت، أبدأ أعمل إعادة تقييم للفوركاست بتاعي عشان يتوافق مع الوضع الحقيقي للسوق عندي عامل إزاي. بعد كده هيبدأ يكلمنا على أنواع التايبس اوف اون كنترول، أنواع الرقابة اللي عندي عاملة إزاي. الرقابة يا شباب أنا ممكن أقسمها على أكتر من حاجة. ممكن أقسمها إن أنا في عندي حاجة اسمها برايمري كنترول، رقابة أساسية. رقابة أساسية يعني أنا ما أقدرش أستغنى عنها بحال من الأحوال، زي الرقابة الوقائية، ودي اللي بتمنع الحاجة قبل حدوثها إن أنا أكتشفها بدري. أو في عندي الرقابة الكاشفة، لو حاجة عدت من الرقابة الوقائية فأنا أقدر أكتشفها بدري في أسرع وقت ممكن، بحيث إن أنا أقلل من التأثير السلبي بتاعها على قد ما أقدر. في عندي رقابة تصحيحية، كوركتيف كنترول، رقابة تصحيحية، إن أنا زي ما بقول انا عايز امنع الرقابة او اكتشف امنع الخطأ او اكتشفه، لازم اكون محضر سيناريو العلاج والتصحيح اللي انا هتعامل بيه مع الريسك ده. عندي كمان الرقابة التوجيهية ديتكتيف كنترول، دي ان انا ما استناش الحاجة لما تحصل وابدأ اوعي الناس وانمي فيهم فكرة الثقافة العامة عن الريسك، بحيث ان كل واحد يبقى عنده فكرة عامة او ثقافة عامة، لو حصل كذا معاه هو ممكن يقدر يتصرف ويعمل معاه ايه. دول احنا بنسميهم برايمري كنترول، انواع رقابة اساسية انا ما اقدرش استغنى عنها. في عندي حاجة تانية انا بسميها سكندري كنترول، رقابة ثانوية. الرقابة الثانوية دي يا شباب دي مش بتحل موضوع ولا بتحل أزمة، بس هي بتبقى عاملة زي المسكنات، الحلول المؤقتة اللي أنا باخدها، بحيث إن أنا أحاول ألم الدنيا وألم الموضوع لغاية ما أشوف الحل الجذري الأكيد اللي أنا هبدأ أشتغل. ففي عندي الكومبنساتوري كنترول، الرقابة التعويضية، ان انا بحاول نفسها بالظبط نفس اللقطه بتاعت الكومبلمنتري كنترول، الرقابه التكميليه. انا بحاول ادي مسكنات او حاجات على الماشي كده، بحيث ان السايكل او الاوبريشن عندي في الشركه ما يعطلش ما نوقفش، بس بحاول امشي الدنيا حتى لو انا حفظك الله. يديكم الله الصبر. حتى لو انا هقلل الكفاءة بتاعتي بس انزل بالكفاءة كام في المية، احسن ما الاقي نفسي ان انا عطلت ووقفت للاخر. في عندي كمان الكنترول ده انا ممكن اقسمها على اساس ال ممكن اقسمها على اساس الوقت بتاعها. في عندي الفيدباك كنترول، ودي رقابة الرجعة اللي انا بعملها في الاخر، استنى الفترة لما تخلص وبعد كده ابدا اعمل كنترول اشوف ايه اللي انا عملته خلال الفترة. في عندي حاجة تانية اسمها الكونكرنت كنترول، الرقابة الفورية، زي بتاعة الجاست ان تايم، انا ما بستناش الفترة لما تخلص، لا، انا الراجل بتاع الانترنال كنترول طول ما الفترة شغالة هو كمان شغال معاهم، عشان ما استناش اخر الفترة لما المصيبة تحصل بعد كده ابدا ارجع بظهري افكر ايه اللي حصل. اقول لك لا، احنا في الكونكرنت كنترول انا شغال معاه اول باول، اول باول اشوف الدنيا عندي ماشية ازاي. ممكن أقسمها كمان على أساس طبيعة الرقابة نفسها. أنا في عندي رقابة مالية وفي عندي رقابة تشغيلية. رقابة مالية دي مختصة بالجزء المالي بس، رقابة تشغيلية مختصة بالجزء التشغيلي والتخطيط والأداء، ماليش دعوة بقى بحركة الكاش إن والكاش أوت والكلام ده كله، ده مش بتاعي. الرقابة المالية تقول لك لا، أنا بركز على الفلوس اللي دخلت والفلوس اللي خرجت، إيه اللي تم ما تمش جت منين راحت فين انا ماليش فيه، انا ببص على حركة الكاش بس انه مغطيني ولا مش مغطيني.
واضحه يا شباب؟ في عندي كمان اللقطه بتاعت البيبل بيست او سيستم بيست كنترول، على حسب مين اللي هيعمل الكنترول ده. ممكن انا اكون شغال نظام الكنترول ده نظام مانوال، فالناس اللي عندي اللي بتعمله على شيتات اكسل او كده، زي لو انا شغال في الحسابات بالاكسل. او ان انا زي ما انا جاي بي ار بي سيستم لشركه، اكون كمان جاي بي ار بي سيستم خاص بالانترنال كنترول، فابدا اطبق الانترنال كنترول، نظام اوتوميشن، السيستم هو اللي بيعمل لي نظام الانترنال كنترول اللي عندي. هيبدا دلوقتي يكلمني على اللقطه بتاعت الجنرال كنترول او الابلكيشن كنترول. لقطة هنا يا شباب، إن أنا لما باجي بتكلم على الكنترول، أنا بيبقى في عندي نوعين من الكنترول. في عندي جنرال كنترول، رقابة عامة بطبقها على الشركة ككل، دي داخل فيها عندي كل الإدارات والأقسام والناس اللي عندي في الشركة. وفي عندي ابلكيشن كنترول، دي بتبقى مخصوصة بكل إدارة وكل قسم معين. بمعنى إيه يا شباب؟ أنا عندي دلوقتي حارس أمن، في حارس أمن واقف على البوابة الرئيسية بتاعة الشركة. فحارس الامن اللي واقف على الباب الرئيسي ده بيحرس لي المخازن، بيحرس لي الارشيف، بيحرس لي اقسام الانتاج، بيحرس لي الاقسام الاداريه اللي عندي، بيحرس لي العربيات اللي محطوطه في الجراج جوه الشركه، اللي واقف على البوابه. فده جنرال كنترول على الشركه كلها. بس في حارس امن تاني انا موقفه على المخازن، فده ملهوش علاقه لو في حاجه حصلت في الارشيف. ليه؟ لان ده ابلكيشن، هو كنترول مخصوص على اللقطه بتاعت المخازن بس. فانا زي ما بطبق انظمه رقابه عامه على الشركه، اجي اقول لك انا عندي كمان في قسم مبيعات، انتاج، مشتريات، مخازن، حسابات ماليه. كل واحد من دول ليه طبيعه وشغل مختلف عن التاني. فببدا اعمل له ابلكيشن كنترول، رقابه تطبيقيه خاصه بده، لان انا اللي هعمله في المبيعات اكيد غير المشتريات، اكيد غير المخازن، اكيد غير الانتاج. فببدأ أطبق على كل واحد نظام كنترول مخصوص بيه، هو يناسب طبيعة شغله عاملة إزاي. هيبدأ يكلمني هنا على الكنترول اكتيفيتي، أنشطة الرقابة. زي ما قلنا الكنترول اكتيفيتي ده الإجراءات والخطوات اللي الشركة بتعمل أو الإدارة بتحطها عشان نبدأ نطبق نظام الانترنال كنترول اللي عندي. طيب ايه الكنترول اكتيفيتي دي؟ هيبدا يكلمني عن كام حاجه فيهم. اول حاجه عندي segregation اوف duties، فصل المهام. الف ب internal كنترول، فصل مهام. ودي من اهم الوسائل، وبمعناها ان ما ينفعش ان موظف واحد هو اللي يعمل كل حاجه لوحده. ودي بطبقها على كل الادارات اللي عندي. يعني عندي في المخازن مثلا الاداره بتاعت المشتريات، الجماعة بتوع المخازن يعمل طلب الشراء ويقف لغاية كده. طلب الشراء يروح للجماعة بتوع المشتريات، يعمل أمر الشراء يقف لغاية كده. أمر الشراء يروح للمورد، يعمل عليه عرض السعر يجي يتراجع. امين يروح باعت الفاتوره، ده مش عارف يراجع الفاتوره مع عرض السعر، يجي الجماعه اللي بيستلموا يراجعوا الفاتوره مع عرض السعر مع امر الشراء مع طلب الشراء. فانا هنا خليت كل واحد في مكانه، انت في مكانك ده بتعمل الحاجه دي بس، بحيث ان انا اخلي كل واحد بيراجع على الشغل اللي قبله، واضمن ان انا على قد ما اقدر افصل المهام فامنع التلاعب والاحتيال. بس خلي بالكم يا شباب، انا في عندي مشكله في السيجريجيشن اوف ديتس، فصل المهام. اللقطه بتاعت الكولوجن، التواطؤ. ان انت فعلا ممكن تكون عامل فصل مهام وكل حاجه، بس الناس اللي عندك تتواطأ مع بعض انهم يظبطوها. فتلاقي الراجل بتاع المخازن مظبطها مع بتاع المشتريات، مظبطها مع المورد، مظبطها مع بتاع الموردين، وفي الاخر ان احنا ننصص ونقسم ما بيننا عامله ازاي. فعندك كمان من ضمن أنشطة الرقابة الاندبندنت تشيكس اند فيريفيكيشن، التحقق والمراجعة المستقلة. يعني في شخص تاني غير اللي عمل الأكشن هو اللي يبدأ يراجع عليه. عندك في محاسب بيعمل القيود، في واحد تاني بيراجع على القيود قبل ما يعمل الترحيلات، في واحد تاني بيراجع على القيود والترحيلات قبل ما يعمل ميزان المراجعة الأولي، في رئيس الحسابات بيراجع على الميزان المراجعة واللي حمل كده قبل ما يعمل بقى التسويات والإغلاق والليلة دي كلها، عشان نبدأ نعمل الدرافت الأولي بتاع القوائم المالية اللي عندي.
ففي هنا مراجعة مستقلة، إن واحد بيشتغل بعد كده واحد بيراجع وراه، ده بيراجع وراه، ده بيراجع وراه، بحيث نضمن إن كل واحد شغال بيراجع على إن أنا عندي أكتر من عين بتشوف الشغل عامل إزاي. عندي كمان اللي هي السيف جاردنج كنترول، اللي هو أنظمة أو وسائل الحماية. زي ما قلنا يا شباب، وسائل الحماية هنا مش المقصود بيها إن أنا أحميها من السرقة والضياع، أنا كمان أحميها من سوء الاستخدام. إن أنا مش بذاكر CMA أطبع على ورق شيء أقول لك لا، أنا ورق الشركة اللي موجود والطبعة والحبر اللي فيه عشان نطبع بيه حاجات تخص الشركة، ما تجيش تطبع لي عليه الكتاب بتاع CMA اللي أنت بتذاكره بره. في عندي كمان وسائل الحماية أو أنشطة الرقابة البري نمبر فورمت، النماذج المرقمة مسبقا اللي كنت بتكلم فيها مع أستاذ أحمد قبل المحاضرة بتاعتنا. إن أنا دلوقتي باجي بعمل السيريال، دفتر الشيكات لازم يكون سيريال معين، إذن الصرف، إذن الإضافة، أصولات البيع، أصولات الاستلام، الليلة دي كلها لازم تكون سيريال. فزي ما براجع الأصناف والكميات واسم العميل أو المورد والتاريخ والليلة دي كلها، كمان أنا لازم أراجع على السيريال اللي عندي عامل إزاي. في عندي السبيسيفيك دوكيومنت فلو، التسلسل المستندات المحدد. ان انا في عندي لما الاقي في عندي عرض سعر جاي من مورد، لازم اكون فاهم ان عرض السعر ده لازم الاقي مع في امر شراء وطلب شراء، وانها سايكل كده ماشيه، في طلب شراء يتعمل على اساسه امر الشراء، يتعمل على اساسهم عرض السعر، على اساسهم لو توافق عليه يطلع الفاتوره، يتعمل اذن الاستلام، يتعمل الاضافه. فانا في عندي تسلسل محدد للمستند. ما ينفعش الاقي عرض السعر معمول الاول اقول لك لا اصل عرض السعر ده مش هينزل عليا بالباراشوت من السماء، انا لازم عرض السعر ده في حاجات قبله لازم اشوفها قبل ما اشوف عرض السعر ده عامل ازاي. كومبنسيتنج كنترول. طيب دلوقتي انا اي نظام رقابه داخلي زي ما قلنا الشباب، النظام الرقابه الداخلي ده ما بيوفرليش رقابه ابسولوت اشورنس 100%، هو بيديني ريزونبل اشورنس، ضمان معقول الى حد ما، يكون يوصل معاك 99%، 99 في كسر، بس عمره ما يوصل معايا ل 100%. فاللقطة دي محتاجة إن أنا كل شوية أعمل اختبار لمدى كفاءة وصلاحية نظام الرقابة الداخلي اللي عندي. فكل فترة كده عشان هو كونتينيوس بروس، عملية مستمرة، أبدأ أقيم نظام الرقابة اللي عندي شغال مش شغال. طب نكمل على كده، نحسن حاجة، نشيل حاجة، نزود حاجة، نشوف الدنيا عندنا ماشية إزاي. فعشان تعمل اختبار الكفاءة ده أنت عندك أكتر من طريقة، أشهرهم 4 طرق. طول أولى لقطة الانكويري الاستفسار، أبدأ أنزل كده أشوف الناس تحت، أسأل الموظفين، الإدارات، الأقسام، إيه الدنيا عاملة إزاي، ما شغالين إزاي، أفهم الليلة ماشية إزاي. اللقطة التانية لقطة الأوفر الأوبزرفيشن، المراقبة، أشوف الأنشطة اللي عندي دي والريسك بتاعها، ونظام الانترنال كنترول اللي موجود بيعالجها إزاي، والمعالجة بتاعته دي صحيحة ولا مش صحيحة، طيب كاملة ولا ناقصة، طب كده تمام ولا إحنا محتاجين نحسن ونعمل فيها حاجة. في عندي لقطة بتاعت الانسبكشن الفحص، ان انا ابدا ابص بقى على المستندات والسجلات والوثائق والدفاتر اللي عندي، او السيستم نفسه، الحاجات الريفرنس بتاعت كل قيد احنا بنعمله او كل حركة لها الريفرنس بتاعها، ابدا بقى اراجع على الحاجات دي عشان اتاكد ان فعلا كل رقم متسجل ليه الدليل والمستند بتاعه. في عندي كمان الري بيرفورمانس اللي هو إعادة الأداء وإعادة تقييم الأداء اللي عندي، إن أنا من المراجعة واختبار الكفاءة والصلاحية اللي عندي ده أبدأ أشوف والله أنا كده الدنيا عندي تمام، لا محتاجين نعدل شوية، طب التعديل ده جوهري مش جوهري، هيفرق مش هيفرق، طب إحنا محتاجين إن إحنا نعمله حاليا دلوقتي في أسرع وقت ممكن، ولا إحنا عادي إحنا ممكن نصبر عليه، ده هو اللي هو من باب تعديل وتحسين من باب النزاهة، مش اللي هو هيفرق معايا أوي. تمام. طيب دلوقتي انا لما اجي بعمل اختبار الكفاءة ومدى الصلاحية ده، ممكن اكتشف فيه عندي عيوب ومشاكل في نظام الرقابة الداخلي. ما دام اكتشفت عيوب يبقى لازم تديني خطة لتصحيح العيوب دي. فيبدأ يكلمني بقى على خطة تصحيح عيوب الرقابة لو انا اكتشفتها من مراقبة او تقييم لكفاءة نظام الرقابة الداخلي العام. فعشان تقيم تعمل خطة تصحيح صح
لعيوب نظام الرقابة الداخلي اللي عندك، أول حاجة لازم تحدد وتفهم السبب الرئيسي والجذري للعيب ده. تاني حاجة تبدأ تقيم العيوب اللي عندك، لأن العيوب اللي عندي كلها مش درجة واحدة. في عيب ريسكي قوي، في واحد نص ونص، في واحد تلات ارباع، في واحد في واحد وجوده زي عدم، اهو عيب محسوب علينا وخلاص، بس اللي هو ولا ليه لازمة. تالت حاجة عندك، خلاص أنا حددت العيوب، حددت مدى تقييم العيوب ده والأولوية بتاعته، أبدأ أعمل خطة التصحيح أو أعمل خطة لعمل التصحيح اللازم اللي عندي، بحيث إن العيوب أو الريسك اللي واخدة أعلى أولوية والتقييم بتاعها عالي وجديد، دي اللي أنا أبدأ أديها الأولويات في خطة التصحيح، بحيث ان انا ابقى شايف والله ده هيأثر عليا جامد، ابدأ بيه الاول، ممكن ده انا لما اعالجه يروح معالج لي ده في السكة، والاتنين يخلصوا بعض في بعض. تمام يا شباب. واضحة يا شباب. تمام. اتمنى يا شباب ما تكونش فصلت مني. لوائح تأسيس طرق قانون مؤسسات. بص يا شباب، لوائح التأسيس والليلة دي كلها، اللي بيحط الفريم ورك بتاعها البورد اوف دايركتور، مجلس الإدارة. ده اللي بيحط الخطوط العريضة، الجايد لاين. تمام. المديرين بقى، اللي هو المدير المالي ومدير الانتاج ومدير المبيعات والمشتريات ومدير المخازن، الناس دي كلها يبدأ ياخد الخطوط العريضة دي اللي البورد بيعملها، ويبدأ هو ده اللي ينفذها على أرض الواقع. يا شباب أنا البورد اوف دايركتور ملوش علاقة بالأوبريشن، اللي بيتابع الأوبريشن وبينفذ فيه وبيشتغل عليه المديرين التنفيذيين. تمام. فهم ياخدوا الخطوط العريضة دي، ويبدأ يشوف احنا هنترجمها ازاي كسياسات وقوانين ولوائح تتناسب مع الاوبريشن اللي عندنا ماشي ازاي. تمام. هيبدأ يكلمني هنا على السيستم كنترول والانفورميشن سيكيورتي، نظم الرقابة وأمن المعلومات. وخلي بالك لما اجي اكلمك على امن المعلومات، انا مش مقصود بيها هنا ان انا مجرد ان احمي البرامج والاجهزه والسيرفر اللي عندي، انا كمان احمي المعلومات والبيانات اللي عندي. فنظم امن او في امن المعلومات اللي عندي هنا بيقصد بيه حاجتين: احمي الاجهزه والبرامج والسيرفر والشبكه اللي عندي وكل ده، وفي نفس الوقت احمي الداتا والانفورميشن اللي عندي من اي سوء استخدام ليها. طب احنا ليه بنعمل نظام اللي هو بتاع امن المعلومات؟ عشان ثلاث اهداف رئيسيه. نظام امن المعلومات عشان يوفر لقطه الافيلابيليتي، التوافر، ان انا ببساطه اقدر اوصل للمعلومات والداتا اللي عندي في اي مكان، شغال من المكتب، شغال من البيت، من جهاز المكتب، من اللابتوب الشخصي بتاعي، من الموبايل، من الكافيه، من النادي، من العربيه. انا هو يقدر يوفر لي الحاجه دي بصوره امنه. اللقطة التانية السرية، الكونفيدنتاليتي، إن هو يضمن لي إن مش أي حد معدي في الشارع يقدر يحصل على البيانات بتاعة الشركة. فهنا بيضمن لي هو أنا موفر لك إن أنت ممكن تشتغل من البيت، آه فالمعلومة متاحة، بس هي متاحة ليك أنت، إن أنت ليك يوزر نيم وباسورد، أنت شخص مصرح ليه أو مسموح له إنه يدخل على البيانات بتاعة الشركة. الهدف الثالث الانتجريتي، النزاهة، ان انا يضمن لي كمان ان المعلومات اللي انا بتعامل عليها، اللي هبني عليها التقارير بتاعتي، اللي هقدمها للاداره اللي تاخد على اساسها القرار، يضمن لي المعلومات دي كليمه كامله صحيحه سليمه، ما فيهاش اخطاء جوهريه او عيوب قاتله، بحيث ان الاداره تعتمد عليها تاخد فيها القرار بتاعها. طب دلوقتي انا كشركه وما كانش عندي نظام امن معلومات،
وعايز أبدأ أعمل خطة لأمن المعلومات اللي عندي، عامل إزاي؟ عندي 5 خطوات رئيسية لازم أمشي عليها عشان أبني خطة أمن المعلومات اللي عندي. أول خطوة لازم أحدد إيه التهديدات اللي بتقابل السيستم اللي عندي عاملة إزاي، عشان على أساس التهديدات اللي عندي ده ولما أفهم التهديدات دي وطبيعتها عاملة إزاي، هبدأ أقدر أتعامل بعد كده على، يعني هبدأ زي ما بقول لك كده يا شباب، أنا بفهم المشكلة الأول قبل ما أصمم خطة العلاج بتاعها. فأول حاجة افهم التهديد اللي بيواجه عندك. تاني حاجة بعد كده ابدأ لما تفهم التهديد ده، شوف المخاطر اللي عندك المرتبطة بالتهديدات دي ايه، ودرجة المخاطر بتاعتها عاملة ازاي. ابدأ بعد كده الخطوة الثالثة، شوف ايه أنظمة الكنترول اللي انت هتعملها عشان تواجه كل واحد من ده. تعالى في الخطة الخطوة الرابعة، ابدأ اعمل ضوابط أو زي ما بنقول كده إيه يا شباب، ابدأ اعمل لكل واحد من التهديد والريسك بتاعه خطة معالجة منفصلة لذاته، كأنه مش موجود لوحده، كأنه هو لوحده اللي موجود، مفيش حد تاني معاه. تعالى في الخطوة الخامسة، خد الخطط العلاج المنفصل أو التصحيح المنفصل اللي أنت عملتها ديت، وابدأ ادمجهم في خطة واحدة كاملة متكاملة تطبقها على الشركة ككل. عاملة بالظبط يا شباب، عاملة زي ما تروح كده تكشف دكتور. احنا دلوقتي الناس دلوقتي دور البرد ضارب في الناس كلها. لما تروح عند الدكتور تكشف، تمام، بتقول له والله أنا عندي واحد اتنين تلاتة أربعة، دي الأعراض اللي عندك، ده أنت بتشتكي من عطس وكحة ورشح والليلة دي كلها، ده التهديدات اللي عندك. الدكتور يبدأ أول حاجة يفهم السبب الرئيسي من وراها إيه. ده فيروس، التهاب رئوي، جرثومة في المعدة، لا حاجة في الجو، تمام. ويبدأ يقول لك والله أنا جرثومة المعدة دي هي اللي عاملة لك السخونية، في التهاب رئوي ده اللي عامل لك الكحة اللي فيها بلغم ده، في مش عارف في حاجة في الجو ده اللي عامل لك الرشح والزكام والعطس والليلة دي كلها، تمام. ويبدأ الدكتور يبقى عارف كده، أنا جرثومة المعدة بنكتب لها دواء كذا، وده بنكتب له دواء كذا، ده بنكتب له كذا، وده بنكتب له كذا. بس بدل ما يكتب لك في الروشتة لكل حاجة نوع علاج، وهو ممكن يقول لك إيه، أنا ممكن أعالج الالتهاب الرئوي مع الالتهاب الفيروسي الاتنين بدواء واحد. فأنا كده دمجت خطة علاج الاتنين، بدل ما ده خطة وده خطة، أنا دمجت الاتنين في خطة واحدة. وممكن أنا لما أعالج ده مع ده، ده يروح معاه، فأنا خلاص أنا مش محتاجه. فأنا بعمل خطة علاج منفصلة، وبعد كده اخد خطط العلاج المنفصل ده احاول اركبها وادمجها على بعض، بحيث ان انا ممكن اختصر السكه، اختصر وقت ومجهود وتكلفه، وبدل ما اقوم اربع خمس خطط علاج الاقي في الاخر ان انا خليتهم اتنين او تلاته. طيب ايه التهديدات دلوقتي؟ انت بتقول لي انا عشان اعمل خطه امن معلومات لازم اشوف التهديدات اللي بتواجه الشركه عندي. طيب ايه التهديدات اللي ممكن تواجهني كنظم معلومات؟ وانا يا شباب بكلمك اكتر على اللقطه بتاعت الاي تي. انت ممكن في حاجات تواجهك في الانبوت مانيبيوليشن، في عندك مشكلات في الادخال نفسه، تلاعب في المدخلات. انا لما جيت ادخل الفاتوره، انا لعبت في الفاتوره في الارقام، في بدل ما ادخل على العميل ده دخلت على العميل ده، بدل ما الفاتوره ب 2000 انا رحت مخليها ب 20000. هنا في انبوت مانيبيوليشن، تلاعب في المدخلات او في البيانات نفسها. في عندي بروجرام التريشن، تغيير في البرامج، ان انا ده مختص بالجماعه بتوع الاي تي، انه بدأ يلعب في البروسيس نفسها، في الاكواد ولغه البرمجه والمعالجه بتاعه السيستم نفسه اللي هيعالج بيه المدخلات اللي عنده. في عندي حاجة اسمها دايركت فايل التريشن، تغيير الملفات المباشر، ان انا ادخل على الداتابيز، قاعدة البيانات اللي عندي، وابدأ العب فيها. بتحصل يا شباب في المدارس والجامعات، واحد عارف ان هو هيسقط السنة او هيشيل كام مادة، فيجيب الجماعة بتوع الهاكر ده يدخل له على موقع المدرسة او موقع الجامعة، يبدأ يلعب في الدرجات والبيانات بتاعته، بحيث انه يبين بدل ما هو ان هو راسب او عايد السنة، ان هو ناجح فيها. في عندي كمان حاجة زي المولوير، البرامج الخبيثة دي تبقى برمجيات خبيثة شباب،
بتحاول انها تشبك على الجهاز اللي عندك، بحيث ان هو سيستم معين مستني منك انك تاخد اكشن معين، على اساسه يبدأ يسرب المعلومات بتاعت الشركة اللي جهة غير مسموح ليها انها تدخل عليها. ضرب لك فيها أكتر من مثال. في عندك الفيروس، في عندك اللوجيك بومب، القنابل المنطقية، في عندك الباك دور، الأبواب الخلفية دي اللي أنا معيش اليوزر نيم والباسورد بتاعك. فحاول إن أنا البرامج اللي هي الشباب اللي بتحاول إنها تكتشف اليوزر نيم والباسورد، بحيث ان هو عشان كده دايما يقول لك ايه، لما تيجي تكتب يوزر نيم وباسورد بلاش تكتبه حاجه سهل ان اي حد يقدر يكتشفها او يطلع بيها بسرعه. حاول تجيب يوزر نيم وباسورد يكون معقد شويه، يعني في كلاكيع وحاجات كتير كده، بحيث ان هو يكون صعب على برامج الباك دور انها تبدا تكتشف اليوزر نيم والباسورد بتاعك. طيب دلوقتي هفرض معاك ان انا ما عنديش نظام ما عنديش نظام اي تي او اي ار بي مثلا، وعايز اطلع بنظام اجيب اي ار بي للسيستم، او عندي نظام معين بس عايز اطوره للقطة تانية. فباجي انا دلوقتي، انا والله واحد شغال في الحسابات، انا مدير تكاليف مثلا، وعايز اقول والله احنا عايزين نطلع بيه. لما اجي اسالك سؤال، الموضوع ده انا اللي اخد فيه قرار ولا الراجل بتاع الاي تي؟ اقول لك لا. يبقى في عندي حاجة هنا اسمها الستيرنج كوميتي، اللجنة المستقلة، لجنة استشاريين مستقلة. اللجنة دي اللي تبدأ تدرس الطلب المتقدم من الجماعة بتوع الحسابات إنهم عايزين يجيبوا نظام اي ار بي جديد، أو يطوروا النظام القديم الموجود، يجيبوا واحد تاني أحدث منه أو أحسن منه. وفي نفس الوقت نبدأ نشوف الراجل بتاع الاي تي اللي عندنا بيقول إيه على النظام اللي موجود فعلا. وهي عبارة عن بروسيس. في الأول كده لازم أبدأ أحدد أنت ليه عايز تغير من النظام القديم، إيه المشكلة اللي عندك، إيه الإيجابيات اللي بيديها لك، وإيه السلبيات اللي أنت أو المشاكل اللي عندك. طب المشاكل دي هي فعلا مشاكل، ولا إحنا ممكن نعالجها إن الناس تاخد تدريب جديد، نشتري مديول معين، أو الناس لسه مش عارفة إنها تتعامل مع السيستم ده. طيب البرنامج الجديد اللي انت هتجيبه ده فعلا هيحقق لي الحاجات دي ولا لا؟ وهي دي الخطوة التانية اللي عندنا. أنا أبدأ أشوف والله البرنامج الجديد ده أنا لما أجيبه، أنا جايبه عشان يعمل لي واحد اتنين تلاتة أربعة، هل فعلا هيقدر يعمل لي الحاجات دي، ولا هيبقى مجرد تغيير شكلي وفي الآخر مش هيعمل لي فيها؟ تالت لقطة عندك، لازم وانت بتحول من سيستم لسيستم لازم تعمل سيف جاردنج او ديوتيز باس لمهام. في الوقت ده بالذات يا شباب لازم تقول للناس كده: اوعى تعمل شغل حد غيرك. عشان في اللقطة بتاعت النقل دي يا شباب، دي بيبقى اكتر لقطة بيحصل فيها تلاعب وفي الارقام والبيانات اللي عندنا. فساعتها نقول للناس كل واحد يعمل شغله، مالكش دعوة بشغل غيرك، يتعمل ما يتعملش مالكش فيه. اعمل شغلك انت وبس، عشان في الاخر اقدر افصل مهام واشوف المشكله اللي هتحصل خلال التحويل او النقل من سيستم لسيستم عند مين فينا بالظبط. تمام. وبقى كده ابدا اشوف بقى والله انا لما ابدا اعمل التحويل ده بقى، ابدا بقى اعمل اللي هو اجراءات التغيير على الانظمه القائمه. ابدا بقى اشوف ايه الاسلوب اللي انا هبدا اتبعه عشان اغير من سيستم لسيستم لغايه اما احول من السيستم القديم لغايه السيستم الجديد اللي عندنا. عشان اللقطه دي، اللقطه بتاعت التحويل، او كمان حتى بغض النظر عن التحويل، لو فرضنا ان انت حتى هتكمل على النظام اللي موجود اللي عندك، بدأ يعمل لك كمان كنترول، ضوابط رقابية على نظام الاي ار بي اللي موجودة عندك. فيقول لك انت في عندك حاجة اسمها الفيزيكال كنترول، ضوابط فيزيائية. دي عاملة زي الاكسس كنترول، انت واحد ليك الصلاحية ان انت تدخل على الحاجة دي. من ضمن الاكسس كنترول اللي هو اليوزر نيم والباسورد، انا عشان ادخل على السيستم لازم يكون ليا اليوزر نيم والباسورد بتاعي. في عندي حاجة اسمها الديفايس اثورايزيشن تيبلز، ان بيبقى سيستم متعرف عليه يا شباب. انا دلوقتي واحد كأنس، انا واحد بتاع تكاليف، فلما اجي ادخل على السيستم هيدخلني على الجزء اليوزر نيم والباسورد بتاعي
السيستم هيبقى متعرف كده ان اليوزر نيم والباسورد ده بتاع واحد في الحسابات يدخل على اللقطه دي. بس بتاع التكاليف هو مش محتاج يبص على الحسابات كلها. يعني انا ماليش دعوه بالبنك والخزنه، تمام، بس يفتح لي المخازن، تقارير التكلفه، الانتاج، تمام. وكمان يفتح لك على اساس الليفل بتاعك كام. ما هو محاسب التكاليف غير السوبرفايزر غير السكشن هيد غير المدير، فبيفتح لكل واحد على سيستم على حسب المستوى الاداري بتاعه عامل ازاي، تمام. في عندك حاجه كمان زي الانكريبشن اللي هي لغه التشفير. لغه التشفير ده ان انا اجي اقول لك كده دي بتبقى يا شباب لقطه ان انا بحول فيها البيانات اللي عندي من لغه مفهومه للغه اكواد وبيانات مشفره. انا ببعت حاجه الاستاذ وائل مثلا ما يفهمهاش الا انا واستاذ وائل. اي حد مثلا تعدى عليه الحاجه ديت هو هيشوفها يقول لك ده انجليزي يا مرسي، ده مكتوب بالهندي ولا باللويندي ولا ايه بالظبط، انا مش فاهم. ليه؟ لان انا ما عنديش الكود اللي بفك بيه الشفره بتاعته. بس انا واستاذ وائل انا معانا اكواد فك التشفير، فابعت له رساله مشفره تبان قدام اي حد هي حروف عربي وكلمات، بس مش عارفين نركب الكلمات او احنا نطلع من المعنى بتاع الكلمات ده عامل ازاي، تمام. من ضمن الكنترول كمان في حاجة اسمها اللوجيكال كنترول، الضوابط المنطقية. الضوابط المنطقية دي يا شباب أنا في عندي فيها حاجتين. اوثنتيكيشن ده الاوثنتيكيشن ده اللي هو التوثيق، وفي عندي الاوثرايزيشن التفويض. الاوثنتيكيشن ان انا لما ادخل اليوزر نيم والباسورد بتاعي البرنامج يقول لك اليوزر نيم والباسورد ده دول فعلا متعرفين عندي، فهنا بوثق دخولك، اسمح لك انك تدخل، افتح لك الباب تدخل. بس هتدخل على ايه في السيستم ده؟ اللقطه بتاعت الاوثرايزيشن التفويض، ان انت شغال حسابات، شغال عملاء، افتح لك حسابات العملاء، شغال حسابات موردين، افتح لك في الحسابات الموردين. فالسيستم يبقى متعرف كده ان اليوزر نيم والباسورد ده ده بتاعنا، يدخل عادي. بس لما يدخل انا مش هفتح لك السيستم كله، انا هفتح لك اللي يخص الجزء اللي يخصك، مخازن، انتاج، مبيعات، عملاء. على عكس مثلا المدير المالي، لا، المدير المالي محتاج يشوف الشركة كلها، فيبقى اليوزر نيم والباسورد بتاعه معروف ان ده بتاعنا ماشي، بس لما اجي افتح له ايه الصلاحيات اللي هفتحها له؟ لا، انا هفتح له الشركة ككل، تمام. في عندي انبوت كنترول، دي ضوابط انا بعملها على الانبوت، المدخلات اللي انا بعملها. في بروسيسنج كنترول، دي ضوابط بعملها على البروسيس، الاكواد ولغات البرمجه اللي انا هشتغل عليها، دي جزء يخص الاي تي. في اوتبوت كنترول، دي ضوابط انا بعملها على المخرجات او التقارير النهائيه اللي هتطلع من عندي، عشان ابقى شايف والله في الاخر شكل التقرير ده اللي احنا عايزينه ولا مش ده اللي احنا عايزينه. طيب كده كامل ولا ناقص، محتاجين نعدل عليه او نعمل ايه؟ ده اللي هو الاوت بيت كنترول. ودي بتبقى مسؤولية الاند يوزر المستخدم. انا يا جماعة بتاع الحسابات انا اللي ابدا اشوف والله في الاخر شكل التقرير ده مناسب ولا مش مناسب. نفس اللقطة كمان عامل لك ستورج كنترول، ضوابط في التخزين اللي عندك. انا برضو محتاج ان انا اخزن البيانات بتاعتي، اقدر اوصل لها، اضمن ان مفيش حد يوصل لها، اضمن انها متاحه ليا في اي وقت لما عاوزها. ده لقطه بتاعت الارشيف الموجود اللي عندي، بحيث ان اي حاجه يبقى لها ريفرنس، ليها مرجعيه اللي عندي، اقدر ارجع لها في اي وقت، اوثق الكلام بتاعي بالبيانات الموجوده في لقطه التخزين اللي عندي. اللقطة الأخيرة اللي معانا في السكشن النهاردة هيبدأ يكلمنا على السكيورتي ميجرز، التدابير الأمنية، وهيكلمنا على البرنس بتاع السكشن اللي هو البيزنس كونتينيوتي بلاننج، خطة استمرارية الأعمال أو التخطيط لاستمرارية الأعمال. سكيورتي ميجرز اللي هو التدابير الأمنية، دي اللقطة اللي الشركة بتبدأ تعملها عشان تبدأ تواجه كل ريسك عندي. وكل ريسك يا شباب بيبقى ليه طبيعة
طبيعة معالجة معينة تناسب الريسك بتاعه ده، واحنا هنشتغل معاه ازاي. من ضمن التدابير الأمنية اللي الشركة بتعملها بيبقى فيها عندي الانكريبشن، التشفير، بيبقى في عندي الفاير وول، الجدران النارية. والجدران النارية دي يا شباب دي بتبقى عاملة زي خط الدفاع كده اللي أنا بوقفه على الشبكة العامة اللي عندي، بحيث إن هو يراقب كل حاجة طالعة من السيستم للشبكات الخارجية أو داخلة من بره على السيستم اللي عندي. وعشان كده احنا ممكن نكون في الشغل عندنا تيجي تفتح يوتيوب تلاقيه مقفول. ليه؟ ان الفاير وول متعرف عليه. لا، انت ما بتفتحش يوتيوب على الشبكه بتاعتنا، ما بتفتحش الفيسبوك، انت دوبك بس تفتح الواتس وتفتح جوجل عشان لو عايز تدور على حاجه معينه. وفي نفس الوقت بيراقب حركه البيانات اللي طالعه من الشركه عندنا لاي حد بره. فيقول لك ايه، انت ممكن تبعت ميل للناس اللي في الشركه، اقول لك امين السيستم يقبلها. بس الفاير وول لما يليك بتبعت ميل من حاجه من عندك لحد بره الشركه، ميل خارجي، يقول لك لا انت محتاج تصريح او اذن. بعد كده بقى هنا يوقف الميل بتاعك لغايه مثلا ما تجيب مثلا اذن جامعه بتاع الاي تي، والله انا في عميل جديد احنا عايزين نبعت له، فافتح لي ان انا ابعت له الميل ده. يكلم مدير الحسابات او المدير يقول له اه لا احنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل له اللقطه دي، بحيث ان احنا نبعت الميل لغايه ما نبدا نكود العميل ده عندنا على السيستم ونشوف الليله عندنا ماشيه ازاي. من ضمن التدابير الأمنية كمان يا شباب اللي هو الروتين باك اب والأوفست روتيشن، التخزين. روتين باك اب يعني إيه يا شباب؟ اللي هو النسخ الاحتياطي. هنا بقول لك برضه من ضمن التدابير الأمنية، أنت بلاش تخلي زي ما بقول لك كده، بلاش تخلي البيض كله في سلة واحدة. اخر اليوم وانت ماشي من الشغل خد نسخة من الحاجة على الفلاشة بتاعتك، انسخها في بارتيشن تاني، الملفات بتاعتك في بارتيشن، عشان ده لو انضربت يبقى معاك حاجة تانية. ارفع الملف الشغل بتاعك كل يوم على الجوجل درايف، اعمل لك ملف على الجوجل درايف ارفع فيه الملفات بتاعتك، بحيث لو النسخة عندك انضربت حصل اي حاجة يبقى انت محتفظ بنسخة أساسية تقدر تعتمد عليها بعد كده، تقدر تشتغل عليها من اي مكان موجود، فانت مش مربوط بحاجه معينه. الاوف سايت روتيشن ده اللي هو التدوير الخارجي، ان انت يبدا يقول لك ابدا شوف لك مكان تاني ابدا خزن فيه الحاجه بتاعتك. فاحنا عندنا ثلاث اماكن، في عندنا الهوت سايت، في الكالم سايت، في الكولد سايت. الهوت سايت ان انا زي ما انا عندي مكتب الحسابات اللي عندي فيه خمس محاسبين بخمس مكاتب خمس اجهزه، متوصل لهم شبكه مش عارف ايه دي كلها، انا بعمل هوت سايت مكان تاني بنسميه المكان الساخن او الموقع الساخن. ده في نفس في خمس مكاتب خمس اجهزه في الشبكه. واللي بيتعامل هنا بيسمع لا قدر الله المكتب هنا حصل له حاجه زلزال اي حاجه، كل اللي هعمله هروح واخد الخمس محاسبين من هنا اروح حاططهم في المكان الجديد، هيشتغلوا عادي. ليه؟ لانه هو مكان متجهز عشان كده احنا بنسميه الهوت سايت، مكان ساخن هو فيه كل حاجه، كل اللي محتاجه خد الناس من هنا احطهم في المكان اللي هنا. في اللقطه التانيه اللي عندك اللي هو الكولم سايت، المكان الدافئ، انا مجهز المكان وكل حاجه بس مش رافع عليه الداتا. تمام. فانا هجيب الناس من هنا احطهم في المكان الداتا واقول لهم بقى كل واحد بقى بالداتا اللي معاه يبدا يغذي السيستم الجديد ويشتغل عليه، ونحاول واحده واحده لغايه ما نقوم بالدنيا معانا. في رابع حاجه اللي هو الكولد سايت، المكان البارد. ده اللي انا مجرد انا اجرت الشقه بس لا جبت فيها مكاتب ولا ترابيزات ولا كراسي ولا اجهزه ولا جبت فيها سيرفر ولا شبكه ولا كابلات ولا صوت ولا اي حاجه. فلو مجرد انا جهزت المكان، انا بس اجرت الشقه الاحتياطه دي، ما عملتش فيها اي حاجه تانية. فاكر يا شباب انا تكلفه الكولد سايت اقل من الكالم او الورم اقل من الهوت سايت، بس الكفاءه التشغيليه بتاعت الهوت سايت اعلى من الورم سايت اعلى من الكولد سايت. اللقطة الأخيرة اللي معايا اللي هي بتاعت البيزنس كونتنت بلاننج، خطة استمرارية الأعمال أو التخطيط لاستمرارية الأعمال. شركة لما تواجه أي ريسك أو أي مشكلة سواء كان انترنال أو اكسترنال، ده بيأثر على مدى تقدم الشركة في تحقيق أهدافها. فعشان نضمن إن الشركة ما تعطلش ما توقفش 100%،
احنا بنعمل بيزنس كونتينيوتي بلاننج، تخطيط استمراريه الاعمال. يا سيدي بدل ما انت شغال بكفاءه 60 و70%، انا اقبل انها تنزل 40%، 30%، 20، حتى لو 10%، حتى لو 5%، بس يبقى اسمنا مستمرين. نشتغل بالحد الادنى من الكفاءه. وبدل ما انا مشغل عندي 10 اقسام شغالين، انا اشغل القسمين او الثلاثه والاربعه الرئيسيين، واوقف الباقي دلوقتي لغايه اما ابدا اتدارك الموقف، واحده في واحده الشركه تبدا تقف على رجلها تاني، ابدا اعلي من الكفاءه التشغيليه بتاعتي. فالمقصود من تخطيط لاستمراريه الاعمال ان الشركه مش من اي دروب يحصل لها ان انا الاقي الشركه خلاص وقفلت بابها وطلعت بره السوق والمجال. لا، احنا مستمرين، بس بدل ما احنا مستمرين ب 80%، مستمرين حتى ولو بخمسة، بس على الاقل اسمنا موجود. وتبقى زي فترة انتقالية كده، نحاول نعالج الوضع ونحسن واحدة في واحدة في واحدة، لغاية ما نلاقي نفسنا في الآخر تداركنا الموقف وقدرنا إن احنا فعلا نرجع تاني للكفاءة التشغيلية بتاعتنا.